هل انت نجحت؟ بس ده مش نجاح، ده نصب. هل كنت حابب اصلا الاسنان ولا لا؟ يعني مفيش اوبشن ان انت تبقى اي حاجه غير دكتور. فبقت المنافسه اعلى، فبقى كل ده في صالح المريض. انت كل واحد كنت بتحلم تسمع عنه هتلاقيه بقى مريض عندك. سواء بقى في كمان تصدير للدكاتره لدول طبعا تانية، دي دول حاجه الخليج مهمه، منها اخش اشوف العيادات دي بتعمل ايه مم. واعمل كونكشنز كويسه. لك ما اصل انت لو ما تعبتش التعب ده النهارده مش هتوصل لنص اللي انت وصلت. السبلايرز اللي عندك لا بيقول لك الدكتور اندرو بيطلع عينينا وعين اللي جابونا في الجنيه. عيل انت من عيالي مات بنيتها بنفسه. وبعدين وبعدين مات وساب لي وراه كوارث. ان الموضوع ده يعني بالنسبه لي هو صدمه كبيره. كام الزرع؟ انا بقول له 5 جنيه، ولا يفرق لي هو مين ولا جاي منين ولا هيدفع لي كام، انا مرتضي. انا ليه عملت كده؟ لا انا خليني بقى بلاش توسع، خليني موجود في العياده بتاعت شيراتون وخلاص. ان انا ضد تماما تغيير السعر على المريض. الموضوع ده انا مش قادر اقتنع بيه. انت عارف رايي في القصه دي، انا ما بحبش قصه التمويلات بتاعت البنوك دي. مصر تدار بكوبايتين شاي وبالود. انت تقدر تكسبه بقرشين حلوين وكوبايتين حلوين. وغير كده ان المشاكل كده كده جايه، انت لازم تزرع فيهم ان ده مكان، ودي بتتزرع بالمواقف. بس لو عنده مشكله كبيره هيسافر ويركب ويروح. اللي يقول مثلا ان الشغل ما بيقفش على الموظف هو ما عندوش شغل. انا كريم حجازي وده تراي جروب بودكاست. النهارده معانا صديقي العزيز الدكتور اندرو وجدي، ماجستير زراعه الاسنان وصاحب عيادات لافي. اهلا بيك يا دكتور اندرو. ازيك يا كريم؟ عامل ازيك يا ايه؟ حبيبي؟ كله أخبارك كويس إيه؟ الحمد لله. سنه وانت طيب. وانت طيب. بغض النظر عن الشغل انت صديقي جدا، ودي حاجه بالنسبه لي حلوه جدا. مؤخرا يعني بقى في بينا شغل وبقى في بينا صداقه وبتاع، ودي حاجه انا انا بحبها مبسوط يعني. من ده جدا. وانا كمان. والناس اللي ما تعرفوش ان كان في خناقه بينا في الاول. ايوه احنا يمكن اتعرفنا في 23، دي كانت اول خناقه سنسورز. ايوه حصل. من بعديها من بعد الخناقه دي انا شايف ان احنا الحمد لله بقينا اصدقاء جدا يعني. المحبه اللي بعد عداوه. ربنا يكرمك. مطار الصين يشهد عليه. حصل. هي حصل. صح دي حقيقة. احنا حابين نتكلم معاك كده في شويه حاجات، شويه تفاصيل تكلمنا فيهم عنك وعن لافي وعن مسيرتك اللي فاتت والعيادات الموجوده عندك. ازاي عملتها، ازاي اشتغلت وكبرت العيادات دي من 1 ل2 3، مركز 2 3 وهكذا. فحابين نبدا معاك كده بسرعه وتقول لي ايه مفهومك عن النجاح. جملة كبيرة. النجاح هو توفيق ربنا في اللي انت بتعمله لما تكون بتراعي ضميرك وبتخلص في اللي انت بتعمله. النجاح ممكن يعني لو اتقاس مثلا بالفلوس، ناس كتير غنية وهي ناس مش كويسة. صحيح. لو النجاح اتقاس مثلا بان حد ينجز ما في يديه، فممكن واحد يخلص الشغلانة اللي في ايديه وهو مش كويس. فالنجاح هو رحلة الامبريلا بتاعتها هي الضمير، والفاينل بتاعها هو مش حاجة واحدة. النجاح مش فلوس، النجاح مش حاجة، مش ايتم واحد لازم توصله. النجاح هو كولكشن من حاجات تنتهي فيها بان انت ضميرك مرتاح، حساباتك البنكية مقبولة. دي حقيقة. بس هي مش كل حاجة يعني. بس بقت مهمة يعني جزء يعني هو ترجمة. ان انت مثلا عندك فلو في العيادة، فانت بالتالي عندك ربنا موفقك اكيد لان اكيد بتكسب من حاجة زي كده، فهي جزء. لكن النجاح مش فلوس بس، النجاح مش انجاز عمل بس، النجاح مش ايتم. النجاح ده حاجة، النجاح ده طبخة حلوة فيها ايتمز كتير، في الاخر لازم ينتهي بان انت مرضي عنها ومؤمن باللي انت بتعمله، وما عندكش مشكلة ان انت تحس انك تواجه ربنا باللي انت عملته وايديك نظيفة منه. هو ده النجاح، ان انت تنجز الشيء بفلاح، بنتيجة انت ما تكونش حاسس ان انت سلكت فيها مسلك غلط. ده تقديري الشخصي في الشغلانه بتاعتنا على الاقل. لان انت لو جيت تعمل زوم اوت فيو كده وتبص على الماركت، هتلاقي ان مثلا ممكن يكون في ناس بتشتغل كتير وباسعار زهيده، بس ده مش نجاح، ده نصب بالنسبه لي. يعني ان انا لان انت اذا ارتضيت الاجر فاحسن العمل. ما تقولش ان انا مثلا هعمل علاج العصب باوفر كذا على قد ايديهم. لا مفيش الكلام ده. يعني ده انت بالنسبه لي تبقى ناجح جدا لو انت بتعمله بالسعر ده مثلا وبتعمله بجوده معينه، فبتقدم فيه المطلوب من الابحاث العلميه او الريسيرش قال ان ده محتاج 1 2 3 4، فتقدم فيه الطب الحقيقي. لكن ان انت بتقدم خدمه خارجيه بسعر قليل، ده بالنسبه لي مش نجاح حتى لو هو عنده 1000 واحد. لكن لو انا قارنت بحد تاني مثلا وليكن ما عندوش ولا واحد خالص ولا مريض، وبيجي له مريض واحد وبيراعي ربنا فيه، بالنسبه لي ده ناجح اكتر. فبالنسبه لي الفلوس مش هي الفيصل، الفلوس هي واحد من عوامل
او المؤشرات اللي بتقول ان انت ماشي في النطاق الصحيح. لكن العوامل دي، او انا اسف، بالنسبه لي النجاح ده ان انا في الاخر ابقى مرضي ومش خايف ان انا اقابل ربنا باي حد، وابقى انا عملت اللي عليا. لان من السيء جدا ان انت تنزل الصبح تقول يا رب وانت ما بتعملش اللي عليك. ده مم. بالنسبه لي ده قله ادب. ده مم. مش يعني انت واحد، احنا شغلانتنا دي في ايد ربنا. انت في الأول وفي الاخر في توفيق كبير جدا من ربنا هو اللي قايم عليه الشغلانه دي. انت بتعمل احسن عمليه، وانا ياما يعني اذكر عمليات بتفاصيلها. انت من ناحيه الكتاب انت عملت احسن حاجه في الدنيا، مم. لكن ربنا ما اردش. مم. فساعتها يعني تقول الحمد لله ويلا يا رب، وتلاقي ربنا ساعتها برضو بيوفقك في الفشل ده بانك تاخد الحاله دي الحاله احسن، وبلان ايه وبي وسي. لكن ايه النجاح في ان انت ما بتعملش اللي عليك وبتقول يا رب؟ ده بجاح يعني. طب يعني انت صعبه. انت شايف كأندرو وجدي بالعيادات اللي موجوده دلوقتي، بالمراكز، بالشغل الموجود دلوقتي، هل انت نجحت؟ لا، لسه لسه كتير. شايف ان في لسه تاني انا كتير؟ شايف ان لسه كتير قوي، لسه كتير. انا حاسس ان انا لسه قدامي كتير قوي، مم. قدامي كتير جدا. انا بعتقد ان انا حد ربنا ستره وموفقه في اللي هو بيعمله، وحاطط في دي شوية خير وبركة، وموفقني مع مرضايا الحمد لله. ولكن لسه قدامي كتير. يعني حاسس ان انا ما جبتش 10%. بدري حلو. قوي، بدري حلو. بدري يعني. لسه عطشان للنجاح اكتر واكتر يعني. كتير 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 طب كتير. حلو أوي. طيب خلينا نرجع ورا شويه نشوف من بدايتك بدأت ازاي في الجامعه، بعد ما خلصت الجامعه عملت ايه، التفاصيل دي حابين نعرف اكتر عنك. انا ابتديت انزل عيادات من وانا طالب. وعلى فكرة يعني انت زمان الاول قول لي بس، انت جامعه ايه؟ انا هل جراديوت ام اي كنت يو. هل كنت حابب اصلا الاسنان ولا لا، دخلتها وانت مبسوط ولا انا هحكي دخلتها لك وانت حدوته مجبور؟ اسنان دي. انا اه. بابايا شغال في مجال الهندسة، حلو. ومن وانا صغير احنا 3 اخوات كان يقول لنا 3 دي انتوا لازم تبقوا دكاتره، ولو ما اه. بقتوش دكاتره مفيش بص يعني حياتنا هتنتهي. وانتهت ان احنا دكاتره، وانا كنت الكبير. فما كانش عنده اي رفاهيه يخيرني بره الطب، ما كانش اوبشن يعني يعني. هو يا طب يا طب، يا طب يا طب. ما فيش لو غيرها. عايز حاجه طب برضه. اه. فلما دخلت ثانويه عامه بقت بس كان عايز طب بشري بقى يعني كان او ممكن اي حاجه في الطب. يتنازل، كان بعد خناقات يتنازل وتبقى صيدله مثلا، بس مش ماشي. هتطلع بره الثلاثه دول يعني. يا طب بشري يا اسنان يا صيدله. بس الرابعه انت مش ابني. لا، لازم الرابعه في حاجه ميديكال يعني. مفيش اوبشن. بس غريبة ان هو مهندس، انت بتقولي مهندس، اه يعني مش حابب ان حد فيكم يبقى مهندس لا، او هو شايف ان يخش هي نفس دي شغلانه الكارير؟ فيها مرمطه. على فكره طلع عنده حق دلوقتي، انا هحكي لك القصه دي. ماشي. فهو كان لازم دكتور، يعني مفيش مم. اوبشن ان انت تبقى اي حاجه غير دكتور. فلما انا لقيت نفسي يعني الزنقه دي مم. اخش صيدله. على فكره دخلت جي يو سي، انت عارف ان دخلت جي يو سي واتقبلت في الاختبارات، وكنت هخش صيدلة. صيدله ودفعت حتى اول سمستر. اي بعد كده صيدله ايه، انا كيمستري ايه يا نهار اسود. ده, مش قادر. ده انا الاتش سي ال مش عارف اعيش معاه تاني. مم. يعني اخر حاجه ممكن افكر فيها علاقتي بالاتش سي ال. حلو. فهربت من دي. بشري ده كتير قوي، ده 7 سنين ولسه ولسه ولسه. انا مش بتاع الكلام ده. لا انا انا بهزر. فدخلت اسنان على اساس ان هي الميد رينج، حلو ودايما الميد رينج طلع جود رينج. يعني لو جيت تقول لي دلوقتي اقول لك دي احسن حاجه حصلت في حياتي. ان انت دخلت اسنان. طبعا. مم. اسنان دي واحده من ارقى وانظف المهن اللي ممكن تشتغلها في حياتك. اولا وقتك ملكك. مم. ثانيا شغال في بيئه نظيفه جدا، يعني انت ولا في ماشي. الشارع ولا في الحر، انت شغال في انظف اتموسفير ممكن في حياتك. وانت اللي بتعمله. ثالثا يس انت ما عندكش اي ملل. مم. رابعا كونكشنز رهيبه. انت لما ربنا يوفقك وتبقى دكتور اسنان كويس، انت كل واحد كنت بتحلم تسمع عنه هتلاقيه بقى مريض عندك صحيح. ويجي يقول. فالكونكشنز دي حاجه مهمه في الحياه، مم. يعني حاجه لذيذه جدا ان انت مم. ده فلان وفلان 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 ربنا يوفقك فيهم، وتبقى وورد اوف ماوس، فبيفتح لك دوائر علاقات رهيبه جدا. مرعب. طبعا. تاني مم. حاجه يعني عادي، حتى الناس بتقول لك ان دكتور السنان بيكسب يعني. فبالتالي ايه المشكلة؟ بالظبط تعمل الشغل اللي مطلوب يعني منك واكسب، ايه بتاخد المشكلة؟ فلوس كويسه، مم. تشتغل ما انت عايز، بتختار مرضاك، بتعمل اللي انت عايزه مش اللي هم عايزينه. بس ده آه، انت وصلت له دلوقتي، يعني بعد ما انت بس هو ده عرفت. الاتموسفير بتاع الشغلانه لو ربنا وفقك لا فيها. اقصد ان انت وانت بتخش اسنان ساعتها انت ما كانش عندك كل لا انا دخلت عشان مفيش الاكسبيرينس دي. اوبشن تاني. يعني بس اخش فين طيب؟ ولا تمام. ما انا مش عايز بشري. انما بعد ما دخلت حسيت ان كل الحاجات اللي انت بتتكلم عنها دي دلوقتي بقى دي خلاص بقت انضف شغلانه على وجه الارض شغلانه دكتور السنان، واللي عنده فرصه ان هو يلتحق بالشغلانه دي، مم. دي فرصه ذهبيه. سيبك بقى من دعوات المقاطعه وان احنا كتير. لا لا، كل الشغلانه فيها كتير. احنا ممكن يكون كتير شويه مفيش مشكله، بس كل الشغلانات فيها كتير. مفيش اي مم. شغلانه في الدنيا فيها لوحدك. صحيح. يعني ايه الشغلانه اللي انت ممكن تعملها لوحدك؟ يعني فاهم ازاي؟ وبالعكس كل ما الناس بتزيد، كل ما المنافسة زادت بالنسبة لك، كل ما انت بقيت مضطر تعلي الكواليتي اللي عندك،
بقيت مضطر ان انت تعلي الكواليتي بتاعت الشغل، تعلي حاجات وكل ما انت تظبط تبقى حاجات في الشغل شاطر كل ما اكتر. النجم يلمع. يعني انت اكيد. برضو كل ما يكون في كتير وحشين، دي فرصة كويسة جدا ان انت لما تكون كويس هتبان اكتر، ويبقى عندك فلو اكتر، وهيبقى عندك حاجات بس ده حلوة انا كتير. شايفه بقى ان الكويسين بقوا كمان كتير، يعني بقى في ناس كويسين كتير، فبقت المنافسة اعلى، فبقى كل ده في صالح المريض، ودي انا شايف آه، حاجة صحية جدا يعني. انا حاسس ان الكويسين كتير بس مش كافيين، يعني لسه امم. عايزين شويه كتير تاني محتاجين يعني. تاني. اه يعني ممكن يكون الكويسين كتير، دي امم. حقيقه، ودكاترتنا يعني ما شاء الله اه عليهم انا شايف حاجه كده. رهيبه انا يعني. شايف كده. بس مش كافيين. امم. لسه تاني يعني، طب ده لو كويس. جالنا 2000 تاني دكتور في السنه شاطرين هيشتغلوا. يعني الناس ما تزعلش ان في 70 كلية موجودين وفي 50,000 طالب بيتخرجوا في السنة و... انا و... عارف ان الموضوع ده شائك. والتفاصيل دي اه طبعا. الموضوع ده شائك وهيزعل ناس مننا يعني. بس انا شايف ان دي حاجه حلوه، حاجه حلوه لكل الناس. اولا حاجه حلوه جدا للمريض لانه امم. هيبقى عنده فرايتي اكتر. حاجه حلوه للمنافسه، لان انت عارف في مقوله دينيه عندنا بتقول لك حسنه الغيره في الحسنى، يعني حلو ان انت تغير في الحلو. اه يا اه يعني مش الغيره الوحشه اللي اه هو اه افلام اه عين، لا لا، ان اه انا اشوف ان واحد شاطر فامشي المسلك بتاعه، وبحابب ان انا اخده اكون كرول شاطر. موديل يا بالظبط. واوصل له. فدي حاجه كويسه انك انت، لان خلي بالك انت لما تكون دكتور شاطر انت كمان بتنبسط من نفسك. يعني انت لو مم. انت مشيت مثلا وفي خمسه قالوا ده دكتور فلان عمل لها، انت هتكون قاعد مبسوط في صحيح القعده، صحيح. وهتبقى امورك طيبه. مم. فالدكاتره الكتير حلوين للمرضى، حلوين لنفسهم، مم. حلوين لاولادهم، حلوين لعائلاتهم، حلوين للشركات، مم. اه طبعا بيشتروا اكتر. بيشتروا اكتر. بيشتروا اكتر. يس، ويشتروا تكنولوجي كمان، ما اكيد. يروحوش يشتروا حاجات صحيح رخيصه اي كلام. وبتاع. مم. بالظبط، وده كله حلو للبلد نفسها وحلو للسياحه العلاجيه. فلا يعني انا شايف ان عدد الدكاتره الكتير مش هو الازمه. لو بقى في كمان تصدير للدكاترة لدول طبعا تانية، دي دول حاجه الخليج مهمه، وده يجيب واوروبا عمله للبلد وهكذا. طبعا. لكن انت عارف الازمه في ايه؟ مم. الازمه هو الاتكال اللي عمله جمال عبد الناصر، ان انا هصحى الاقي شغلانتي والاقي تكليفي والاقي كل حاجه سهله. شغل الحكومة. الازمه هو التخيل المبالغ فيه لسهوله مم. الطريق. مم. وعلى فكره اللي بيفكر بالطريقه دي انا بتهيألي ان في سكك كتير جدا عليه هتبقى واقفه. مم. يعني لكن لو راح في اي مجال تاني تقصد برضه هيبقى نفس الاجتهاد هو الاتيتيود. احسن حاجه في الدنيا، لكن صحيح. الاتكال ده وحش قوي يعني. تمام. لو انت قلت يا رب كده ومشيت في الطريق، بالعكس. انت عارف احنا لما بنيجي نعمل هايرنج في العياده احنا بنقعد كتير جدا عبال ما نلاقي دكتور كويس. بنلاقي مم. كتير، انا مم. انزل بس بوست ان انا عايز دكتور، يا لهوي عدد. دكاترة كتير. تعالى بقى نحط فلتر، اي فلتر مهما كان بسيط، الموضوع ناس صعب. كتير بتجلي منه. بالظبط. فيعني خلاص بقى زمن مم. جمال عبد الناصر انتهى. يعني موضوع التعليم المجاني والشغل المجاني، لا احنا في كوكب مختلف تماما. من عرق جبينك تاكل يعني. طيب بعد كده دخلت اسنان في ام اي يو، امم. خلصت في 5 سنين، ولا اه كان عندك اي مشاكل في لا لا، النص؟ الحمد لله مشيت كويس. خلصوا. تمام. بعد اتخرجت في كده بعد ما 2015. خلصت طبعا في مجالات كتير قوي بعد ما تخلص. يعني بعد ما تخلص امتياز في عندك ممكن تفتح عيادة، في ناس بتشتغل في شركات، في ناس بتعمل بيزنس احكي في حاجة لك تانية. في فانا 2000 عارف بس انا عايزك تقول للناس ماشي. مشيت في انهي سكة، لان انت مشيت في كذا سكة منهم. والله تعبت جامد في الحياه ما دي. انا ما هو عشان خلي بالك، ما اصل انت لو ما تعبتش التعب ده النهارده مش هتوصل لنص اللي انت وصلت له. الحمد يعني لله. انا متخيل انت من الناس الشاطرين الناجحين جدا في المجال بتاعنا. مش ربنا عشان موفقنا مش الحمد عشان انا لله. عارفك عن قرب، لا، بس علشان فعلا انا يعني متابعك من قبل ما نبقى اصدقاء، وعارف قد ايه انت الفاليو بتاعتك مهمة. احنا من الناس اللي ربنا موفقنا وبنشكره على كده الحمد الحمد لله. لله. يعني طيب الحمد لله على توفيقه. يعني قول لي انا بقى السعي بتاعك في الحتة دي بعد انا ما بعد ما زمان خلصت مشيت ازاي؟ لما دخلت اسنان، ابتديت ان انا كنت عايز اشوف الكارير ده، لان أنا ما كنتش داخل بارادتي. اه فانا كنت مجبور. محتاج اشوف اولها واخرها بقى عشان مجبور. فاقترح عليا من فكري الداخلي ومن اصحابي ان انا ابتدي اشتغل في الشغلانه دي، بحيث اشوف التجار، اشوف العيادات بتشتري خامات ازاي، منها امم. ان انا اكون اعرف اعمل ده وانت دخل. في الجامعة؟ اه تمام. ودكتور ايهاب من اوائل الناس اللي جبنا منها فواتير. انا فاكر اه. يعني انا فاكر. نزلت شارع رشيدي والقصر العيني، وكنت وانا طالب اشتري الخامات وابتدي اعرضها على الدكاتره حتى لو ببروفيت قليل، منها اخش اشوف العيادات دي بتعمل ايه، امم. واعمل كونكشنز كويسه وفي ناس كتير الله يرحمها، منها اللي توفوا منها اللي عايشين، يعني ليهم فضل في حاجه زي عارف ان كده. في اصحاب شركات كتير موجودين دلوقتي النهارده بدأوا نفس البداية، هو كتير ياخد بدون ذكر ماتيريالز يا ويخش بس انا العيادات وقتها ما كانش يتفرج. هدفي قوي التجاره، بس على قد ما انا كان هدفي عايز اشوف الكارير ده، لان انا كنت داخل مغصوب على امري. يعني انا امم.
كنت انا ازاي السنان بقى انتوا هتهزروا بس يعني انت كنت شاطر في الجامعه ولا لا؟ الحمد لله انا الجريد شاطر بتاعتي ومغصوب؟ انت عارف ان انا في يعني 2015. شاطر ومغصوب. ما هو خلي بالك انا دايما راجل احب اقف قدام المرايه، انا ما ينفعش افشل، مم. يعني انا ما ينفعش افشل، دي حاجه بالنسبه لي كابوس يعني. مم. فانا طالما دخلت انا يعني لازم اكمل. بس انا وانا في اولى جامعه فين طيران، فين الشغلانه اللي نفسي فيها، ايوه. فين في حاجات كده في الحياه كانت بالنسبه لي احلى بكتير. فانا كنت مم. عايز اشوف انا مكمل ولا مش مكمل، لان انا كنت مؤمن ان الدراسه لا تتعدى ب 10 ب 20%. كارير وشغلك ومكانك هو ده اللي هيديك اللي انت بتفكر فيه. فمن هنا كان الفكر ان انا لا، انا طب انا ايه اللي ممكن اعمله، مش هينفع اشتغل عشان لسه صغير، طب ممكن اتاجر معاهم. طب حلو. يلا بينا. مم. فابتديت ان انا اشتري خامات واعدي على عيادات وابتدي اعرضها، على ان عرفت ان في كده يعني، ايوه. يعني في عيادات بتكون مزنوقه، مم. فعايز حاجه دلوقتي. فلو انت مم. اتعرفت ان انت في الاريا الفلانيه معاك الحاجات دي جاهزه، وقريب بيجي منهم بالظبط بيجي لك مكالمه، انت في الشارع بتاعنا عايزين الحاجه الفلانيه عشان المريض حلو. جوه على الكرسي. وتروح بعربيتك تاخد الحاجه في المكان. ايوه كانوا يتريقوا عليا عربيتك ايه وشايل ايه، يعني كان اه. في كتير جدا انت بتهزر. كانت ممكن مم. احيان كتير جدا وقتها، لان اول ما دخلت الكليه بابايا جاب لي عربيه جديده وكان زيرو، كانت اغلى بكتير من الخامات اللي فيها ما هو وكانت حاجه بيراضيك بقى. لا كان من ضمن الوعود، كان من ضمن الوعود هتخش طب اي حاجه في الطب ليك عربيه. العربيه تاني يوم. فده تمام. وهو عمل الوعد حصل. الصراحه، الراجل نفذه يعني، ما قالش حاجه. فكانت عربيتي اغلى من الخامات وكنا بنفاصل في 2 جنيه وعربيه فاهم قصدي. يعني بس بنزين لحد عندك باكتر من كده. فيعني ده اللي كان وقتها. بس تمام. اتعلمت جدا، وكان وده وفقني ان انا خدت زوم اوت فيو عن الشغلانه، مم. شفتها ماشيه ازاي وشفت ده ماشي ازاي، وبقيت فاهم خاماتها وفاهم تكلفتها. لان خلي بالك من ضمن المشاكل اللي ما بيتعلمهاش في اسنان التكلفه، مم. سعر الخامات، ازاي؟ يعني والخامات. مم. دكتور السنان في ايوه، ما هو نوعين من تكلفتك قد ايه عشان تعرف تسعر بكام. وبقى بالظبط. وفي نوعين من مم. الجامعات، جامعات بتجيب الخامات فالطالب بيطلع عايز حشوه ما يعرفش نوعها، مم. وجامعات ولا بتتجاب بتقول منين؟ بالظبط، وجامعات بتقول للطالب هات النوع الفلاني ما يعرفش بقيه السوق فيه ايه. مم. وكلاهما انا حاسس ان هو في ليكج شويه، او في حته كده مش كامله. فدي ما كانتش عندي من دي 1، انا عارف بتيجي منين وبتروح فين وبكام ورايحه فين في مم. 2015 وانا في يعني كنت خلصت امتيازي، كان في جمعيه اسمها سينام، مم. دكتور احمد عثمان، دكتور جمعيه. خالد، تبع فريدريكو دينابلي في ايطاليا. كانت عامله مسابقه، المسابقه دي كانت في كامبينسكي، كانت بيست يانج ليكتشر في الدنتال امبلانت. تمام. وانا كان ربنا موفقني، كان يعني كنت اجتهدت وشاطر، وربنا يعني اداني توفيق في القصه بتاعت الزراعه، وكان بعد توفيق كتير كانت هي دي اللي جايه في عينيا. دخلت المسابقه، ورغم الكومبيتيشن انا بعتقد ان ربنا وفق وطلعت الاول. ما شاء الله. فوقتها بقى عندي فتحة باب كده للتدريس والكورسات وكونكشنز، مم. ودي محاضرة هنا اعمل مش عارف ايه، ربنا وفق. رغم ان وقتها انا حتى ما خدتش الجايزه اللي وعدوا بيها، كان في جايزه ما المفروض تتاخد لما اللي كسب مصري اتنام عليها يعني او ما كانوا عايزين واحد يبقى اجنبي يعني. بغض النظر يعني مش عايزين المهم. مم. يعني عادي، انا تمام، ماشي. انا روحي انت سمحه كفايه ان انت طلعت الاول على الناس اللي انا كانت تمام، موجوده. انا مرضي يعني. اللي مم. فات مات، احنا حبايب. انا لو شفت ماشي. حد منهم دلوقتي هسلم عليه وما عنديش اي مشكله في اي تمام. حد، يعني الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. مم. لكن وقتها ما خدتش اللي كان المفروض يتاخد، دي نقطه مهمه يعني. المهم بس ربنا وفق، فابتديت اعمل شركه كورسات، وبقى عندي عياده صغيره اول ما اتخرجت وشويه، واشتغلت في عيادات تانية فريلانسنج بعمل حاجات، وفي نفس الوقت كان عندي شركه كورسات. وربنا وفقني جدا في الفتره دي، ومشيت الحال حلو. وفلحنا الطريق ومشي الامور. بدأنا. وكانت دي الجيرني. وقفت خامات خالص ماتيريال، لان انا ما كنتش قادر اسيطر عليها، وما كنتش حاسس ان هي بتجيب حتى البروفيت المناسب في وقتها يعني. مم. وبقى عندي تشانلز تانية، وابتديت اركز في العياده وفي التدريس، في العياده وفي التدريس، وفضلت ماشي كده. وابتديت ادخل، كنت زمان بدي كورسات زراعه بس، بقيت معايا دكاتره يعني افاضل وزملاء كويسين ندي بقيه التخصصات. وفضلت شركه الكورسات دي شغاله فتره كويسه، وعملنا حاجات كتير. احنا اول ناس جبنا مكلارن مصر في الاف يو اي في السنه دي. احنا جبنا حمو، جبنا احنا الوحيدين اللي جبنا لغايه دلوقتي طلال النحلاوي في الاندو، يعني اسماء كبيره جدا تربطنا مم. بيهم علاقه جيده. اول ما ندور في الكوكب وجابهم مصر كنا احنا، وربنا وفق والحمد لله على توفيقه. وبعد كده حسيت ان انا لا، انا محتاج اركز في العياده اكتر، انا مبسوط اكتر بالقصه دي، مش مبسوط قوي بالزراعه. وبعد كده حصل وقت كورونا، سوري انا مش مبسوط بالكورسات انا اسف، وحصل موضوع كورونا، مم. فبقى التجمعات صعبه، وما كنتش انا دماغي في الديجيتال وقتها ان انا اعمل كورسات اونلاين. فابتديت كمل في العيادات العياده، فقط. وبقيت تاخد كل يوم وقتي، وما بقاش عندي حاجه اعملها تاني في حياتي من غير ان انا شغال كل يوم دكتور سنان من اول ما بصحى لغايه ما بنام وخلاص. احنا فتحنا اول عياده كانت في شيراتون. اول فرع فتحناه في شيراتون في حلو. 2018. بعد كده وبعدين كان بقى ده، مركز في بعد كده بقى كذا في يونت كذا وبتاع. عياده الحمد لله، كنا عياده صغيره وبعدين وربنا رحنا بارك يعني. مقطم.
بعد كده كان عندي فرع في المقطم واتهد في حلو. التوسعات. عايزين نتكلم عن عايز قصة توصل لدي. عايزين نتكلم عن قصة الهد دي، لان دي قصة يعني انا لما عرفتها مؤخرا لقيتها فيها كمية زي ما بيقولوا ايه، يعني لما تحس ان انت بنيت حاجة وكبرت فيها وبعد كده تتهد فجأة. صدقني، لا، في الوقت ده ما فهي كانش بتبقى نقطة صعبة يعني. في الوقت ده ما كانش عندي لسه اولاد، مم. وكأن عيل من عيالي مات. دي حقيقة. يعني انا كنت بعتبر ان كل فرع مشروع من ده مشاريعك اللي انت عيل من عيالي مات، بنيتها بنفسك. وبعدين مات وساب لي وراه كوارث، لان انا عارف كمان ان انت لما بتبدأ مشروع جديد انت بتتبناه من البداية وبتحب دي حقيقة. تخش في كل التفاصيل بتاعته. دي حقيقة. يعني في حتى في التشطيبات، في الدهانات، في شراء الحاجة، في دي شراء حقيقة. المكان. يعني انا عارف انت بتحب تخش قوي في التفاصيل. فكون ان انت بعد ما تتعب في ده وتبنيه وبعد كده تيجي قرار بسبب على فكرة كوبري بسبب حاجة هو يهد مش العمارة، ما ده فيش كوبري صعب. اتعمل، يا ريت كان كوبري اتعمل والله طب مش امال ايه حاجة. القصة بتاعته؟ بص اقول لك حاجة، هو مش موضوع بس تدخل في التفاصيل، هو موضوع ان انا بعتبر ان الواحد لازم يحترم اكل عيشه. مم. يعني مهم ان انت تبقى عارف ان الانشغال والوقت ده نعمة من ربنا. اكيد. ان انت مش لاقي وقت دي نعمة، اوعى خلي تتذمر بالك عليها. انت كمان انت مشغول بحاجة مفيدة. في الحمد ناس لله. غيرك مشغولين بحاجات غير مفيدة، الحمد لله. فبتوديهم في حتت مش حلوة. فانا ما بيكونش هدفي على فكره ان انا اخش في ادق تفاصيل الطريقه دي، على قد ما انا بعتبر ان ده اكل عيشي وان ليه احترامه، وان اكل عيشي ده انا بعامله معامله الجامع والكنيسه. ما ينفعش نغلط فيه، ما ينفعش مم. حد يخش مهما كنت وحش تخش الجامع وتقل ادبك. ما صحيح. ينفعش بس مهما بس تخش في الجامع. ناس بس في ناس بتجيب حد يعمل الحتة دي. يعني خلاص لما بيوصل للبيزنس او بيوصل الشغلانة بتاعتك لمرحلة معينة، بيبدأ في حد توكله يعمل كذا، حد توكله يعمل ما هو كذا. ممكن يكون عندي حد بس انا فوق راسي برضه. انت انا ما هو دي ما دي يعني القصة بقى. انت يعني ستيل لحد النهاردة انت اه بتخش في ادق دي ادق حقيقه. التفاصيل، ده بكام وده بليه. وعلى فكرة انت في اشاعة، معرفش هي اشاعة ولا دي حقيقة، انت كريم جدا مع الموظفين بتوعك، مع الناس اللي الحمد شغاله معاك، لله. مع العيانين بتوعك. اما الناحيه التانية السبلايرز اللي عندك، لا ده بيقول لك دكتور اندرو بيطلع عينينا وعين اللي جابونا في الجنيه. آه، فمنين بتعمل دي ومنين بتعمل دي؟ بص اولا الموظفين والمرضى ده ريتنشن، وانت لما تخش الشركه تلاقي ان الموظفين راكبين عربيات والناس مرتاحه، دي شركه ناجحه جدا، وده جزء من اللويالتي بتاعتهم للمكان، فده انت مم. ما تقدرش ان انت تقفلها. مم. لكن الناحيه التانية بتاعت السبلاير، كل ما السبلاير شايفينك كل ما تلاقي الفواتير بتبقى ارقام حط مهوله، بقى. وانت عندك كوست. لان انا واحد من الدكاتره مثلا، انا عمري ما بحاسب المريض على حسب حاله صعبه ولا سهله. مم. انا ما بحبش المدرسه دي، ما بحبش مم. مريض مثلا يقول لي بكام حشو عصب اقول له حسب الحاله. مم. انا بحس ان ده انت معاك خطأ. تقدر تدفع كام؟ لا لا، انا ما بحبش الموضوع ده. مم. وانا انت عارف انا مره جالي حد من عيله مالكه ما في حاجه في الخليج، وبعد ما خلصنا قال لي انا بستغرب ان انت بتدفعني كده، بالسعر بس ده. انا عملت اكس عند فلان يعني بدون دخول في تفاصيل او اسماء، لان كل الحب لكل الزملاء او كل المنتاليتيز، بس انا مش ده. انا مم. بالنسبه لي ارتضيت، انا بعمل ده ب5 جنيه، هنعمله احسن حاجه. مم. انا بيجي لي مرضى، واذكر ده كويس جدا، مريض عملت البنتو فينير ودفع الفلوس خمسات، انا لن اذكره. 5 جنيهات. 5 جنيهات وكيس اسود، وقعدنا كتير نعد، وكان بالنسبه لي راجل صعب عليا وبقيت بحبه قوي، يعني كان مم. بالنسبه لي من اهم المرضى في العياده. مم. انا بالنسبه لي المهم يعني طالما ان انا قلت للمريض انا هاخد 5 جنيه، وزير غفير ما يفرقليش، بالعكس ده مم. هو لو غفير انا هعمله وزير، انا مم. هخليه هو كينج في القعده دي. مم. انا دخلت فندق 5 نجوم، هو ما سالنيش انت تشتغل جبت ايه فلوس ولا جاي منين، منين؟ فاهم؟ مم. فهديله المعامله ال5 نجوم دي. فانا مش من مدرسه ان احنا نغلي على المريض ونرخص. وبعدين بتوفيق ربنا، هو عدد الحالات الصعبه كام في المية؟ 5%، 10%؟ مم. ايه يعني احنا مم. بنشتغل، اصل احنا مش شغالين حاله ولا حالتين، يعني الحمد لله مفتوحه على الاخر، فبالتالي الحمد مش لله. هيفرق لي خالص ما مريض زودته وبتاع. فجزء في ان انا افضل محافظ على ان انا بديهم احسن خامات واحسن كواليتي. ان انا اتعلمت عشان انا كنت شغال في الشغلانه دي زمان، ان ايوه. الشركات بتفتح، فلازم يكون فيهم رقابه. انت عارف انا على الواتساب انا ما بشتريش خامات بقالي كتير جدا، بس على الواتساب عندنا جروب مم. بنفضل نكومبير كل سعر بسعر، وكل مره بنعمل اوردر، مش عارف ممكن يقولوها في ده انا الشركه عارف ده. يا باشا الكلام ده. ما مش نفس الشخص. اه. يعني انا ما بشتريش خامات، بس بقى عندي اوديت انترنال على السعر، مم. وعندي اكسل شيت برفع فيه سعر الحاجه جت من اني سبلاير فين، فبقى اوتوماتيك بعرف اوصل احسن سعر فين مم. وكده كده احنا بنشتري خامات كتير، يعني قصدي البند ده بند مهم، وفي حاجات كتير جدا في شغلتنا الخامات بتتحكم في تكلفتها. فانا عشان افضل محافظ ان انا بدي المرضى سعر، انا النهارده المريض لما يقول لي بكام الزرع انا بقول له 5 جنيه، ولا يفرق لي هو مين ولا جاي منين ولا هيدفع لي كام، انا مرتضي الحمد لله، وهعملها لك احسن حاجه. كنت وزير كنت غفير ما يعرفش. مش انا داخل فاهم. مره عليا حد ما
فبقول له حاله مباشره، انا فاكر الموضوع ده كويس ومش عارف صح هنقول اسمه ولا لا. فدخل يعني راجل يبدو ان هو كويس بس مش فارق لي، فشفت الحاله، فالحاله مباشره جدا، الحاله ما فيهاش اي حاجه. فقلت له بصراحه، بيقول لي انا عايز احسن زرعه. قلت له احسن زرعه ماركه اسمها كذا، هتدفع فيها كذا، الحاله دي ستريت فورورد، الحاله دي اي زرعتين يمشوها، لو منك نحط اي ماركه رخيصه بس ارخص كويسه، واحده. كوري مم. وبتاع، ومشي الدنيا. الراجل بقى يقول لي يعني يعظمني، يقول لي انت عارف كذا بكام، يعني ابتدى اه يديني شويه حاجات ليها علاقه بشغلانته، يعرفني ان هو تقيل. حاجه جامده جدا مم. جدا مم. جدا. فمش فارق. بعد ما خلص هو بقى مبهور بلغته، يعني ان اللي دفعه في اسنانه اقل من ثمن فردة كاوتش في معرض عنده، فاهم يعني؟ هو مم. بالنسبه له، طب انا بالنسبه لي حاسس ان انا كسبته، مش ان انا خسرت فلوس، انا مم. كسبت كونكشنز بقى اللي احنا اتكلمنا عليها في وعيلته الاول. يعني بص، لا لازم جدا تكون كريم في شغلانتك، لان الخامات بتصرف، ولازم ما تفكرش في وانت بتشغال ايه اللي بيصرف، مم. ولكن لازم يكون عندك كوست ريدكشن ذكي، وتكلفه شبه محسوبه لمعظم الخامات، والا هتلاقي نفسك مش عارف تكسب كويس. لان مم. انا ضد تماما تغيير السعر على المريض، الموضوع ده انا مش قادر اقتنع بيه. حاله احنا سهله وصعبه دي مش قادر توصل لي. انا يا آه. باشا بعمل العصب بكام؟ ب5 جنيه. احنا هنرجع للمانجمنت، مم. ازاي بتدير العيادات وازاي بتدير الموظفين والناس اللي شغالين معاك. بس نروح للحتة بتاعت العيادة اللي اتهدد دي. ماشي. يعني الموضوع ده يعني بالنسبة لي هو صدمة كبيرة. فيا ريت عيل تقول من لنا عيال كده ايه الرأفة. القصة، يعني ايه اللي حصل. لا شيء، انا فتحت فرع في ده كان المقطم. في التاني فرع. كان تاني فرع. ليه المقطم؟ عشان احنا عملنا وكان اناليسز. كام اوضة كان كام؟ 4 يونت تقريبا. اربع كان 4 يونت، يونتس. كان متقسم 4 يونت، وكان ليا اوضه جوه وتعقيم وغرفه اطفال يعني معموله. يعني كان مركز مركز. كبير يعني كويس. الحمد لله، حلو. الحمد لله، كان كبير، كان وبعدين كان يا مكان. وعملت اناليسز عشان تعرف عشان تختار اشوف المكان. بالظبط، لان أنا في شيراتون برضو ما عنديش مواصلات، وكل مرضايا بيجوا لي اكتر بعربيات وكده، المواصلات بعيده شويه. مم. فكنت عايز اشوف المرضى بتوعنا بيجوا من انهي حته، وايه اللوكيشن اللي يكون مناسب ليهم، فلقيت فاستقرينا الاستادي قالت لك اني نطلع المقطم عند مدخل اب مقطم. تاون كايرو كده. فكان في 4 عماير واقفين، لقينا في منهم عماره مناسبه، وخدنا فيها الدور الاول وعملنا فيه اللي احنا بنعمله ده. وكان بالنسبه لي لوكيشن، انا ما لحقتش طبعا اتست التجربه، اللي ما اتهنى بيه. لحقتش ما لحقتش طبعا. لان هو خلي بالك انا عندي كارثتين في مم. القصه دي. الكارثه الاولى البنوك، لان الفرع كله كان متمول، ولما جيت اتكلم مع البنوك في القصه دي ملناش فيه، يعني ما مم. حدش. انت بتشتري العيادات ولا بتأجر عيادات؟ انا بصراحه ما اجرش، لان بتشتري. انا طبعا عارف ان الايجار بيديك تشانس مم. كويسه لحاجات كتير، لكن احنا بيزنس موديل ستيل صغير، مهما دخلنا فلوس احنا مش شركه بس قصة الشراء دي بتبلع برضه فلوس كتير في البداية. بس انا برضو ممكن تعتبرها جزء من استثمار. انفستمنت، جزء من stability، لان عيادة الاسنان برضو رجل وورد اوف ماوس. اه فمش عايز تبدأ وتغير. ممكن تعتبرها ان احنا بنعمل انفراستراكشر مكلفه جدا، عشان انا برضو يعني انا لما باجي اعمل صرف الكرسي ما بعملش صرف واحد، بعمل اتنين، عشان لو واحد باظ افتح التاني، فانا كل حاجه مم. اعملها دبل 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 مم. بماتيريال عاليه، فحاسس ان التكلفه عاليه جدا عليا. يعني مش معترض ان الايجار ليه مميزاته، بس احنا ما بنأجرش، احنا بنشتري كل حاجه يعني. وللأسف دي اشتريتها وللأسف برضه للاسف برضو دي اتهدت. اشتريتها وللاسف فرشتها. وبس انا يعني ممكن يكون بتعامل شويه مع البنوك في بعض الحاجات، يعني مش ضد القصه قوي. طبعا عارف ان الناس ليها اراء، بس كل واحد براحته يعني في حاجه زي مم. كده. فكانت الكارثه ان انت عليك، انت عارف ان في تمويل اقساط لغايه 2030 بدفعها لغايه دلوقتي في العياده دي. للعيادة. اه بس تهيألي ان هم عوضوك بقى يعني بص اقول لك حاجه، انا بحب مصر قوي، وما احبش اقول حاجه تمسك خطا، لكن هو في فرق ما بين حد يعوضك عامه، وان انت تكون مرضي من التعويض، دي نقطه شائكه. لكن مم. ده ما يمنعش ان انا متسامح، ان هي يعني لو المصلحه العامه بتاعت البلد شايفه ان دي حاجه انا مسامحك يا مصر، انا بحب مصر اصلا يعني. مم. يعني انا مش هقول لك ان هي انا مرضي، لان انا عندي تعليقات، وشايف ان في ناس خدت غير ناس، وشايف ان في لعب، وشايف ان في مساحات ما اتحسبتش، وعندي تعليقات. لكن انا ما احبش اجي على بلدي، يعني انت تمام، يعني لو مصر قالت خد البتاع خد البتاع، انا يعني احنا محظوظين ان احنا في مصر في كل حاجه، مصر ادتنا كتير يعني، طيب انت في فتمام يعني. الفترة دي في الفترة دي ما حسيتش مثلا ان انا ليه عملت كده؟ لا انا خليني بقى بلاش توسع، خليني موجود في العيادة بتاعتي بتاعت شيراتون وخلاص. يعني حسيت في الوقت ده بعد ما حصلت القصة دي حسيت بإيه؟ بص وايه انا اللي خلاك تعرف تكمل بعد كده؟ يعني انت ما شاء الله بعد كده فتحت العياده اللي بعديها في المهندسين تقريبا ولا دقي في الدقي، وبعد كده عياده مدينتي. مدينتي. فاحنا ستيل القصه دي ما وقفتناش. اذا سقطت اقوم ده مبدأ انا مؤمن بيه. بص مم. من الجيد جدا ان انت ما تولولش في المشاكل. مم. الفرق ما بين الفقراء ماديا والاغنياء ماديا في تقديري الشخصي حاجات كتير، منها ان الغني
لما بيشوف مشكله بيحلها، مم. لكن الفقير بيولول لها. فالولوله مش مدرستي مش انا، هتحل. حتى ما احبش يكون حواليا حد مولول. بيولول، لا. وغير كده ان المشاكل كده كده جايه، فانت طول لا، ما انت حلت المشكله شغال، يلا نحلها طول يعني. ما انت شغال لازم هتقابل مشاكل. ان دارت الحرب البنادق موجوده يعني. اهلا انا بالمعارك. بالظبط. فانا ما بحبش الولوله. وبعدين كان عندي حقائق، الحقائق بتقول ان انا عندي اجهزه، انا رحت عرضت على بعض البنوك ان انا ابيعها مقابل ان انا اسدد ويبقى انا قللت خسايري، البنوك مم. رفضت. اكيد. فبقيت محتاج مخزن احط فيه الاجهزه واحافظ عليها فافتح عياده تانية احسن كان لازم من ان ان انا السايكل بقى. تمشي، والا مم. الولوله مش هتفيد يعني. خلي مم. بالك الناس ما بتقولكش غير معلش يعني. مم. اقصى حاجه ممكن حد يعملها لك لما تكون عندك مشكله هي معلش، مم. ومعلش معلش خالص بقى يعني، ما مم. بتجيبش عيش. فانت الوحيد اللي يقدر ياخد يجيب العكاز هو صاحب المشكله. مم. فبالنسبه لي انا ما بحبش الولوله. في مم. مشكله يلا نحلها، مم. كلمني في الحل. يعني خلاص في مشكله، الحل فين؟ هو دي يعني. اي حد قريب مني يعرف ان دي المينتاليتي بتاعتي في اي حاجه. في مشكله بتولع قامت، الحل فين؟ فانت الحل كان فين بالنسبه الحل كان بالنسبه لي بان انا للمشكله دي؟ بالنسبه للاجهزه ابتدي اسرع يعني. على فكره فرع الدقي كان جاهز من قبل ما فرع المقطم يتعمل كفرع، ما كانش متشطب. فكان الحل بالنسبه لي ان انا جبت اوضه في فرع الدقي وبيت فيها العمال، وجبت لهم مشرف 24 ساعه بيشتغلوا 3 شيفتات، وكانت قصه عشان يعني. تنقل الحاجه لازم 3 وتشطب شهور الفرع فتح. وتخلص. 4 شهور بالظبط والفرع فتح، رغم ان هو كشقه انا كنت مشتريها من فتره كبيره، مم. بس ما كانش لسه في البلان يعني. انا ما بحبش الايجو في البيزنس، ودي مم. واحده من مشاكل طب الاسنان. هو جاب كاميرا، انا جبت كاميرا. هو بيصور حاله، انا لازم اصور مم. حالة. الايجو في البيزنس يخسر. فانا مش من منتاليتي ان انا لازم يبقى عندي قبه فروع، لا مش دي بتاع. انا عايز فروع مم. فانكشن شغاله فيها ريت، كلها متساويه، كلها بتدخل فلوس، كلها بتجيب مرضى جديده، كلها بتارجت حاجه جديده. فيبقى عندي فرعين شغالين احسن ما يبقى اقول ان انا عندي 10 فروع وافتح فرعين واقفل فرعين، والقصص اللي ايه مم. اللي انا ما بحبهاش دي. فانا كان عندي فرع الدقي، كانت شقه موجوده لكن ما كانتش متشطبه، كانت لسه حتى ما اتكسرتش التشطيب القديمه وترخصت. مم. فاربع شهور المكان ده كله اتكسر، اتعاد توزيعه. بقى 4 يونت ولاب ومكتبي واوضه استراحه لان انا ساكن بعيد شويه وقصص كده. كل المكان اللي هو المكان الحالي مم. الموجود. وده ما كانش، ده كان بالنسبه لي الحل ان انا اشوف بديل. وندور على طول نشتغل. لازم يعني انا دايما ما بحبش البكا على اللي راح. انا مم. احب ان انت تكون انسان يعني باصص في المرايه، عارف مشكلتك فين وتحل مشكلتك من جذورها، مش بالمسكنات. انا ما بحبش المراهم، انا احب المشرط مم. يعني. 1+1=2، مم. ال2.25 ما تمشيش، وال1.9 ما تمشيش. مم. خليك دغري بالظبط. دغري، وربنا بيوفق يعني دايما. ساتر ربنا ورحمته بتكون مبهرة في التوفيق. مم. بالنسبة لي كان الحل هو فرع الدقي يعني. يلا نشتغل بقى. فنقلت الحاجه كلها لفرع الدقي، بدات اشتغلت في فرع نقلت الدقي. المخزن عشان كان الفرع لسه ما كانش فيه فرع، لان مم. انا كنت شاري شقة قديمة جدا مهجورة بقى لها 20 سنة، كان ليها مفهوم. وبعد قصة. كده نقلت الحاجه على فرع اه الدقي وابتديت اشتغلت في فرع الدقي، وبعد آه، كده القصه بعت اتحلت بعض بقى الحاجات اللي يعني. البنوك وافقت بيعها يعني. كان عندي ستوريز اصلي في القصه دي، زي ما قلت مم. لك ان كان اكبر مشكله ان هم سابوا لي ديون يعني. انا كنت اطلع اه. فوق، اه. لقيت الفرع اتهد، والابارتمنت نفسها او اليونت نفسها كانت بلون. وكل انا عامه بحب يعني بشتغل بالقصه دي مم. في بعض الاوقات. فكان كله ديون. ففجاه الصبح صحيت، انا بدل ما انا مثلا محتاج ان انا احقق ربحيه معينه عشان اطلع بمكسب معين مم. واسدد البنوك ويكون الفرع شغال مفيش بقى. انا بقيت بالماينس قوي، بقى جاب اه. بقى ماينس مرعب. مم. فكان مفيش اوبشن غير ان احنا يعني نقلل الصدمات. مم. وكان ده اللي جه في بالي وقتها، ان انا لازم اشغل فرع جديد انقل فيه كل الحاجات دي واسرع مما يمكن. وزي ما قلت لك كنت ببيت الناس في المكان يعني هيخلص مم. يعني. انا فاكر بتوع السيراميك كانوا بيشتغلوا شيفتين، ده يمشي وده يمشي، وكنت شارط على المقاول كده يعني. انت هتيجي هو لازم الصبح تسلموني لازم هنستلم عشان وهنشتغل نشتغل. مم. ولازم هنوقف النزيف وهنبتدي نشوف بكره في ايه. مم. طب في كل الصدمات والخبطات اللي انت تعرضت لها دي، زي مثلا المشكله دي او التوسعات اللي انت بتعملها، هل ما بتحتاجش لصديق؟ يعني ما بتلجأش لصديق؟ طب ما انا بكلمك. لا لا، ما اقصدش كده. اقصد يعني انت ما بتاخدش انفستمنت مثلا من العيله، ما بتعتمد على نفسك بنسبة 100%، تروح تاخد قرض تشوف الشغل يطلع فلوس، تحط في الفلوس في استثمار تاني، ولا ممكن تاخد حاجة من العيلة؟ بص طبعا يعني اقصد دايما الاهل بيبقوا واقفين في طبعا. ظهر لا طبعا ابنائهم يعني. يا- فهل هم بيساعدوا في القصص دي، كانوا طبعا. واقفين فيها، ولا انت معتمد بنسبة 100% على نفسك وعلى استثماراتك اللي انت اللي شغالة، وعلى اللونز من البنوك؟
بص في اليومين اللي احنا فيهم دول انا مم. يعني الحمد لله بقت دايره ماشي، لكن ده لا يمنع ان الحمد لله انا اصلا فرع شيراتون ده مش انا اللي اشتريته. انا مم. لما دخلت طب اسنان قلت لك بابا كان لازم طب، اكيد. فجاب العربيه وجاب العياده. حلو. فعياده شيراتون دي كنت وقتها دي المنطقه اللي انا كنت موجود فيها، وكان بالنسبه لي الشارع بتاع سيد زكريا ده شارع رئيسي وعجباني، يعني كان شكلها حلو في عينيا. مم. ووقتها كانت غاليه جدا على فكره، كان فهو فهو اول دخل فرع هو اللي عمل جابه، السبورت اول ده. كراسي هو اللي جابها. مم. هو اللي فرش يمكن كل حاجه. فهو طبعا بابا ربنا يبارك لنا فيه هو اللي بدأ في القصه دي. وبصراحه يعني انا نادرا ما بوصل دلوقتي لان انا عايز حاجه غير لما تكون تفاصيل. يعني انا دلوقتي مم. حتى لما يعني يكون مثلا عايز حاجه ما تكونش حاجه اساسيه على قد ما هي، يعني مثلا انا عندي فوائد هتنزل بعد 3 ايام، فانا مش اه عايز اكسر حاجه فاهم، مش بابا عايز ابيع. فتروح مايل بصراحه الراجل عليه. ما بيأثرش تو بي مم. اونست، يعني ما مهما كبرت هو ربنا يبارك فيه يعني ويديله الصحه والدنيا ماشيه. بس في ناس في بداياتها كتير بتقول لك لا انا هعتمد على نفسي بنسبة 100%، انا هعمل، انا هسوي، انا وده مش طبعا عيب، دي حاجه وده مش كويسه عيب طبعا. جدا، وهم ناس احسن وفي مني ناس بكتير. وفي ناس الاهالي بتخليهم تنططهم سلمتين 3 4. بيني وبينك مم. بصراحه يعني الناس اللي بدأت من الصفر ناس نحطها فوق راسنا، مم. وناس شاطره قوي قوي مم. قوي. بس انا عايز آه، اقول حاجة في الحتة دي يعني. يعني لكن مش احنا كل مش شاطرين زيهم. الناس مش كل الناس لا مش كل الناس برضو اللي اهلهم نططتهم فلحوا، يعني دي حقيقه، فلحوا. دي حقيقه، بالظبط. دي حقيقه، فمش معنى ان هم نططوك فان انت هتنجح، دي مش معنى ان حقيقه. انت بدأت برضو من الصفر ان انت برضو توصل. انا موافقك جدا. مم. يعني انا بالنسبه لي ما بعتبرش نفسي بدات من الزيرو. انا حتى لما كنت بشتغل وانا طالب كنت بشتغل عشان انا عايز انفستيجيشن كده القصه دي ماشيه ازاي، وانا احب اسنان دي ولا انت ولا بدأت من اكرهها. الدور التاني مثلا. انا بدات من الدور الثاني الثالث كمان. اصل انا بدات بعياده في فيري هاي اند لوكيشن يعني وعياده كويسه جدا ومتشطبه كويس، وهو بس اللي بعد فتح. شيراتون يعني كمقطم لا كدقي لا كله انا، كشيراتون كله انا. انت بقى. وباين انا كمان راجل بحب الارقام، خلي بالك يعني انا لما اجي اعمل اه اي انا فرع. عارف انت هتقول لي. اه انت هتقول لي على يعني الارقام. انا ما بقاش عندي مشكله قوي في البنوك، وما بقاش عندي مشكله في القصص دي، لان انا بعرف اكالكيوليت كوست اوف كذا. فانا بالنسبه لي بدل ما اجيب شريك، انا البنك شريكي وانا وهو هنخلص وتمام الحمد لله. ومع مم. الوقت هم كمان بيثقوا فيك اكتر والدنيا بتمشي. فبالنسبه لي انا يمكن من وانا صغير اتعودت ان انا احسبها كده، مم. فالحسبه في دماغي دايره كده. يعني انا ده هيجي بفايده كذا، فممكن نحطه في المشروع الفلاني وتمشي الدنيا وربنا يوفق ويسترها وتمشي الحياه، فده يمشي. لكن هل انا بدات من الصفر؟ لا، انا بدات بعياده حلوه جدا في شيراتون، حلوه كمان مش وحشه خالص. وهو اللي جاب الكراسي وعارف جابها منين. ما ودي كانش من حاجه. تراي جروب، بس كانت من حته اول ثلاث احنا كراسي احنا ما كانوش. كملنا بعد كده بس اه ماشي. تراي جروب كملت ما بس. كناش نعرف بعض لسه. لا ما كناش نعرف اه بعض. انما من بعد ما نعرف بعض لا وتروح بره لا مفيش عيب. مفيش مفيش مفيش. هو عامة في في القصة بتاعت التمويلات دي في ناس بتحب البنوك. يعني أنا عامة انت عارف رأيي في القصة دي، أنا ما بحبش قصة اه التمويلات بتاعت البنوك دي. لو في ناس بتحس ان هي ممكن تكون مش مناسبه دينيا اوكي، يعني كل واحد ليه اعتقاده يعني يعني. دينيا طبعا دي من الحاجات اللي بناخدها في الاعتبار أكيد، م. وحاجات تانية كتير. وفي ناس بتخش في شراكات، تخش في يعني في تمويلات بشراكات، يعني ناس تخش بنسبة في العيادة أو في م. المشروع ده بحيث إن هي تكبر المشروع. أنت إيه رأيك في موضوع الشراكات عموما؟ يعني هل تحب ان انت تبقى في عيادة كبيرة مثلا مع شراكات، ولا تبدأ عيادتك انت في مكان تاني بعيد عن شراكات تبدأ من الصفر؟ سؤال لذيذ. بص مم. اقول لك حاجه، انت عارف زمان لما كنا بنتفرج على ماتشات كوره مم. كان في ووكمان، فاكر الموضوع اه ده زمان؟ طبعا فاكر فكون اما تسمع الجون اما تشوفه. يعني ايه؟ اه يعني الجون كان بيجي في الووكمان وحد معدي كده يقول لك جون، تلاقي الكوره لسه لسه بالظبط. بيسنطروا. اصل هم لسه الناحيه التانية ايوه فاهم، ايوه لان اه كان في كاميرا واحده. اه. فدايما لما تيجي تبص للقصه دي انت محتاج تبقى زوم اوت فيو مم. وتانلايز كده كل الدنيا ماشيه ازاي عشان مم. تحكم هل دي كويسه ولا دي وحشه. مم. وما تاخدش سنجل ستوري ان هي واصله، وما تنخدعش بالبدايات. دايما النهايات هي اللي تحكم احنا فين. مم. وبناء عليه رقم واحد، ما في من براند كبير في طب اسنان، ان كان براند يتبع شركات ولا افراد، وصل ل 10 12 و15 فرع وكمل. في فرق ما بين يكون احنا بنفتح فور براندنج، انا بفتح فروع عشان الايمج والايجو، انا عندي بلا 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 فرع في كل محافظه. وفي خطير. فرق ان كلهم شغالين وبيجيبوا فلوس. ماشي. فما فيش، ده حتى حد ما مشهور جدا في دبي خاف يخش مصر، فتح فرعين في دبي وبيدي فرانشايز وبيدي اسمه حد ما. طب نقول الحتة دي تاني معلش عشان ايه الحتة دي شائكة شوية. انت بتقول ان مفيش فرع، مفيش قصدي براند فتح اكتر من 10 15 فرع،
وعرف يكمل بنفس السيستم او بنفس بعيدا عن الكواليتي. التعاقدات طبعا، لان التعاقدات كده كده ولا كواليتي يعني، مفيش. بغض نعتقد يعني ان هي ماشي، الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه. نحسبهم على خير. اه نحسبهم على خير، مش دي قصتنا، بس بتكلم في ان انا افتح سلسله من المراكز المريض بيخش يدفع لنفسه، مم. فبالتالي هو مالك نفسه، هو مش تمام. هو مش مجبر، اه لان اه بتاع التعاقد ده مش دافع حاجه، فحلوه مفهوم. وحشه روح، تمام. فسيبنا من القصه دي. ماشي. انا بتكلم ما في براند مم. ان كان يتبع اشخاص او شركات ماشي. ماشي تحت الاسم يعني، فتح ال 10 15 فرع 8 7 مم. وقدر ينتج عن ده ان كلهم شغالين. شغالين كويس. لا فبالتالي وانا ضد الايجو في البيزنس، ف فبالتالي انا شايف ان انا مثلا لو النهارده هروح اشتري فرانشايز من حد او احط اسم حد على او الشغلانه اللي ماشيه اليومين دول ده، مم. فكر، لان كتير عملوها ومش وقفلوا. البراند نفسه الكبير بينبسط لان الفرانشايز بيزيد، بيجيب له لكن فلوس. انت كراجل عملت انفستمنت وحطيت اللوجو بتاعك، هل استمريت؟ مم. محتاجك انك تراجع معايا، مم. محتاجك تراجع معايا كام واحد من اللي قبليك فلحوا، مم. كام فرع فلح. فمش عايز اقول لا او غلط، بس انا شايف ان ده ما نجحش حتى الان، واحنا في عصر ليس من السيء ان انت تكوبي بيست. يعني لو انت شفت ان حد بيعمل موديل، يعني انا دايما باخد، ونجاح وشغال، مش انا لازم باخد تخترع عارف العجلة يعني. المطاعم بتاعت الفرايد تشيكن، انا دايما باخدها مثل في القصه دي. واحد عمل مطعم لا كله شغال، فكله كل عمل الناس نفس فاتحة فرايد الكارير، تشيكن. فده ما يمنعش ان انت تاخدهم زي. فانا شخصيا شايف ان الموديل بتاع ان انت تاخد فرانشايز من اسم كبير وتمشي تحتيه مش ما اثبتش نجاحه بالقدر الكافي اللي يخليك انت لو عندك عياده صغيره تقوم بيها يعني. يعني مش انت تفضل ان انت تشتغل لوحدك، تفتح عيادة لوحدك، براند بتاعك، السيستم بتاعك انت، وتكمل بيه. على مدار التاريخ اثبت هذا ان هو افضل حل في الدنيا. مم. على مدار يعني انت محتاج تبص الارقام وتكون واقعي. مم. ارجع كده وبص للكوكب، امسك قصه نجاح واعملها، مم. هتلاقي يعني اديني حد نجح في دي واحنا نعملها زيه. لان خلي بالك كل واحد بيشتغل اكيد يعني قلبه على اكل عيشه، وبيرجع لشركات وبيسال وبيجرب ويشوفها مره واثنين وثلاثه، فهل في حد عمل ده وفلح؟ مم. ده السؤال المهم. مم. لو حد عملها وفلح ممكن نحطه موديل كويس ونبتدي نعمل زيه. انا شايف ان محدش قدر ياخد الكارير الناجح في القصه دي خالص اطلاقا يعني. مم. ما لقيتش، مم. يعني انا مش موافق على طب حاجه زي كده. انت وان مان شو في الشغل بتاعك، ولا بتعتمد على ستاف وتحت الستاف ستاف تاني وتالت ورابع؟ يعني في عندك خط تاني وتالت ورابع تحت؟ بص انا محظوظ بالموظفين بتوعي لان احنا كبرنا سوا، حلو. وانا بحس ان من الحاجات الكويسه اللي عندنا ريتنشن. مم. بعتقد في فكري ان الموظف اللي بيقعد عندنا من 3 ل 6 شهور ما بيمشيش، واللي مم. بيخش قليلين. يعني اللي بيعرف لان انا ما بيصعب عليا ان انا اجيب لهم بص. يعني انا فكرت كتير، مثلا انا عندي التمريض كلهم حبايبي يعني كلهم انا بحبهم جدا، يقول لي مثلا هات لي مدير تمريض، اما اجي ابص كده الاستاف كلهم انا بحبهم كلهم من ايام ما كنت ببدا. كلهم مديرين. لا مش كلهم مديرين ايوه، يعني طبعا، اقصد ان انا كلهم كبرت كويسين. بيهم. اه انت اه. فاهم قصدي، انا عندي ناس بقى لها 7 سنين و6 سنين و5 سنين، ما وناس من شاء اول ما الله. فتح الفرع يعني، فاهم قصدي. مم. فانا يصعب عليا قوي ان انا اول ما البيزنس يكبر، اول تجيب حاجه حد افكر فوقيه. فيها ان انا اجيب حد يتنطط عليهم وبعدين مصر لا تدار بالماركتنج استراتيجي بتاعت الاي سي. مم. مصر تدار بكوبايتين شاي وبالود، انت مم. تقدر تكسبه بقرشين حلوين وكوبايتين حلوين. مم. فانا كبرت بيهم، انا ما بداتش انستيتيوت كبيره، مم. انا بدات عياده صغيره بنجيب موظف في 2 في 3، وبناء عليه هم بقوا اصحاب المكان. انا بعتقد ان انا محظوظ بيهم، وان هم استراتيجيك، يعني هم بالنسبه لي مهمين جدا. انا في موظفين انا عارف ان هم لو مشيوا ممكن اقف، وانا بقول لهم كده. مم. يبقى انا بقول له يعني انت بالنسبه لي مهم. انا يعني بحس ان خير الموظفين عليا ان انا بنام وهم شايلين الشغل. انا ما اعرفش حاجات كتير جدا بتحصل في العياده انا ما اعرفهاش اصلا، مم. صدقني ما اعرفهاش يعني، مم. بتروح وترجع انا ما اعرفهاش. بس انا عارف ان في عندي واحد هو لويال للمكان انت واثق جدا، فيه. لويال جدا، يموت لو حصل حاجه. انا عارف ان المكان ده لو اتحرق هم هيطفوه، انا عارف المكان ده لو غرق هم مش هيعتبروا نفسهم طب وازاي مديرين. وصلتهم للحتة دي؟ يعني ازاي وصلتهم للرياليتي دي، ان هو يبقى بينام يقوم بيفكر في الشغل؟ رقم واحد لا نرجسيه، ودي مشكله كبيره في طب الاسنان. يعني رقم واحد مكتبي دايما مفتوح، انا ما احطش ما بيني وما بينهم اي باوندرز. رقم اتنين، على مدار السنين الموظفين بيفرق لها ان المرتبات بتنزل في مواعيدها، وان مفيش حد بينصب عليها في جنيه، وان هو يفتح يلاقي زياده. دي مهمه مم. جدا في البيزنس ريتنشن بتاع الموظفين. مم. الجانب المادي مهم لان هم بيسيبوك اكيد. وعايزين يروحوا يصرفوا يعني صحيح. فلازم يكون، وكل واحد بقى عنده جمعيه وعنده فانت لازم يبقى عارفين ان المكان ده من ضمن مميزاته ما بيتاخرش جنيه، مم. ودي حاجه بتيجي بالسمعه يعني. بتهيألي رقم 3 الحنيه في الغضب يعني. مم. يعني احنا بنبارك للموظفين
في اللي بنديه لهم، ما بنبص لهمش فيه. فانا ما بحبش الاستراتيجي بتاعت كل شويه خصم. احنا يعني هم شايفين كل الدنيا ماشيه ازاي، ال 200 جنيه دي لا يعني فاهم. فبحس ان انا بحاول اخد فيهم حته ان انا يعني براعي ربنا فيكم، فانتوا راعي ربنا في الشغل. مم. والشطاره ان انت تغلط الغلطه ما تعملهاش تاني يعني فاهم. بس انا بتهيالي ان الثلاث حاجات دول مع كتر العيادات ومع كتر الدكاتره الكبيره دلوقتي، بتهيالي الثلاثه دول موجودين. لازم يكون في حاجه كمان زياده تخليهم يبقوا لويال جدا للمكان، مثلا ان هم زي اصحاب مكان. ايوه. ان انت هم حكيت لي القصه دي قبل كده، ان انت مدخل اسهم او حاجه، عامل اسهم في العياده، يعني بص بحاول ان انا او حاجه بنفس الشكل يعني، او يعني على بحاول نفس ان النمط. انا ان كلنا نكون كسبانين، يعني بحاول في اه، هذا النطاق دايما ان كلنا كسبانين ان على قد وكلنا. ما اشتغلنا كلنا على قد ما كسبنا كلنا. بالظبط، على قد ما اتمرقعنا كلنا على قد ما اتخربت عنا وخسرنا كلنا. كلنا، بالظبط. بالظبط. ومفيش مشكله مثلا ان انا اشوف تشانلز، التشانلز دي فيها اكسترا كوست. يعني مثلا اقول له لو عملنا الاجراء الفلاني، الاجراء ده عليه اكس باوند. يعني مش عايز اقول التفاصيل دي كتير قوي في الميديا، لان هي تختلف من مؤسسه لمؤسسه، ويمكن لو انا قلت انا بعمل ايه يعترض عليا كثيرين. مم. لكن لا انا بس دي قصتك انت، ده قصة نجاحك انت، انا دي مؤمن طريقتك انت في, ان في إدارة انت الشغل. انا مؤمن ان مم. انت لازم تكون شاطر وتحسن من جودة موظفينك مم. وتشيلهم. لازم تضغط عليهم وتشجعهم ان هم يشتروا شقة، مم. وتشجعهم يشتروا عربية، وتشجع القليل ان هو يجيب موبايل جديد، وتكون وراهم. مم. وتقدر تعمل لهم يعني اقتراض حسن بطرق مباشرة وغير مباشرة. مم. الفلوس جزء كبير من الموظفين يقعدوا، ودي حاجة ما تزعلش على فكرة. دي حاجة مش وحشة. يعني انت لو انت عندك موظف انت عارف ان هو محتاج فلوس، ده مش موظف وحش، ده موظف واقعي وعايز ياكل طبيعي، ده يعني. طبيعي، هو اصلا جاي يشتغل الشغلانة دي عشان عايز بالظبط. فلوس. فبالنسبة لي لو انت قلت لي ايه الخطة في القصة دي، رقم واحد ان انت ما تكونش نرجسي معاهم، ان هم يكونوا في باب مفتوح. انا مم. دايما بابي مفتوح وارد عليهم طول النهار. انا وانس ان انا سجلت حد ان هو شغال معايا، مستحيل ما اردش عليه في اي سنه واي وقت و24 ساعه رن مم. بس تلاقي الرد حاضر. مم. يعني انا ممكن اكلم موظف يكون هو نايم، هو عمرهم ما بيكلم، هم دايما يسالوا انت بتنام امتى. يعني فاهم ازاي. لا لا انا عارف ما بتنامش يعني اصلا. ما بنامش اصلا فعلا. اه. رقم اتنين ان انت يعني تكون في الماديات محترم معاهم. دي مم. نقطة بالنسبة لي فارقة. يعني ما تأخرش مرتبات. انت عارف لو جه مثلا شهر واحنا لسه في بقى بونص او في مش عارف احسب المرتبات، لازم اصرف لهم ماكسيموم، يفضل لهم حاجة قليلة ونحسب نظبطه بكره. بعدين بعد ما يعني نحسبه. لازم يتصرف اه، الماكسيموم. شفت كلمة الماكسيموم؟ علشان مش خلاص مش عنده نصرف لهم 1000 التزامات. و2003، لا لا لا. نصرف الكتير ويتبقى الملاليم بكره وبعده. لكن ما مم. ينفعش ان انت تاثر في الجانب المادي، ولازم تكون مفتح معاهم. دي مم. حاجه مهمه. وزي ما قلت لك، انت لما تروح شركه تلاقي موظفين معاهم عربيات كويسه، ساكنين في حته كويسه، بيفسحوا، انت كده معناه انك ناجح. لان مم. كل موظف ركب مثلا عربيه هيونداي، انت ركبت قدامها حاجه تانية كبيره، صحيح. فده معناه ان في شغل وفي حاجات مم. ماشيه كويس. رقم ثلاثة ان انت لازم تزرع فيهم ان ده مكانهم. ودي بتتزرع بالمواقف، مم. بتتزرع بالحزم الطيب. يعني 1+1=2 وكل حاجه. لكن بلاش الخصومات الكتير اللي ملهاش لازمه. بلاش تبقى جاي على اكل عيشهم. بلاش تشغله الشهر كله عشان عمل غلطه ويتعمل تشيله كله. وقع من ايديه تركيبه، مش تروح تخصمها منه. خليك محترم يعني. مم. عادي هقدر واحد بيعقم بقاله 3 شهور ومره ضاع منه سكرو هنقتله يعني خلاص مم. بقى، ما هو ضاع منه. مم. في حته حزم، في نقطه سودة. لكن ما تنتهيش بان انا اشيله السكرو اللي هو 3/4 مرتبه. انا ما بحبش المدرسه دي، انا مم. بستحرمها مم. يعني. لان مم. كده كده انت ياما وقعت منك حاجات. مم. فالحتت دي لما هم حتى كموظفين بيقارنوها باماكن تانية، للاسف ما بيكونش فيها كده، بغض النظر ده صح او غلط، كل واحد براحته. بتخلق فيهم ان ده مكاننا، ده اكل عيشنا. مم. وان انت برضو زي ما انت بتتهاون مثلا في المواعيد الصبح، بيتهاونوا معاك بالليل. لما يكون في موقف مستاهل بتستاهل. اه، هي الدنيا ما بتمشيش بالظبط 1+1=2، ما بتمشيش كده قوي في الشغل. انا ما فانت بحسش محتاج ان ان انت يس. تعدلهم شويه، وهم محتاجين يعدلك شويه، لان يعني الشغل كده كده ما بيخلصش. ودي حاجه من نعمه ربنا ان هو ما بيخلصش. الحمد لله. مم. طيب، هل في اجهزه انت بتشتريها او في حاجات اشتريتها وكانت بارقام كبيره، وبعد شويه حسيت ان هي ما ملهاش لازمه او مش وقتها؟ الناس هتزعل من الموضوع ده. في زي زي الووتر ليز. الووتر ليز جهاز ملوش لازمه. يا وطبعا الوكيل بقى، يعني انت لما تيجي تكلمني عن الموضوع ده انا اقول بلاش بقى لك نزعل لا الناس، كده بس كده لا الناس يعني هتزعل. يعني اقول لك حاجه. الوكيل شيء مهم جدا. انت اشتري اكيد. جهاز صغير من وكيل محترم
احسن ما تشتري احسن براند من وكيل مش كويس. الوكيل مم. ده انا بشتريش عشان الجهاز، انا بشتري عشان وكيل. انا ما بكلمش مم. جهاز، انا مم. يعني لو عايز يونت انا اكلم كريم اقول له هات يونت. مم. كريم ايه اليونت اللي عندك؟ ده فاهم صحيح ازاي؟ لكن وبيحصل انا كده فعلا. هي ماشيه كده، لان مكلمني انا في التليفون انت عندك ايه، عندي 1 2 3، مين احسن واحده فيهم دي؟ هات. طب مين ارخص واحده فيهم دي؟ طب ابعت لي واحده من دي، 2 من دي، وهكذا، وبتمشي الموضوع كده يعني. بالظبط، الوكيل مهم. فتقول لي ووتر مم. ليز في مصر، اقول لك لا، الووتر ليز في مصر شوف كام جهاز ميت وشوف 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 وشوف. بالنسبه لي الوكيل خط احمر. مم. فايه، الليزر عموما ولا الهارد تيشو ليزرز؟ انت عارف انا جبت اجهزه الليزر كلها في عيادتي عشان اتكلم براحتي يعني عشان مش حاجه مش لا محدش يقول لك ده اصلا ما في عندوش. الموضوع ده بالذات. لا انا اه يعني انا بس انا عندي شفت لك فيديو انت طلعت قلت لا المشرط انا بستخدم المشرط ده بالنسبه للسوفت تيشو بالظبط. احسن بكتير من الليزر انت عارف الووتر ليز في السوفت مصر تيشو. لو بقى ليه وكيل كويس هيطير. مم. وكيل كويس يعني مش باصص في جيب الدكاتره، وكيل كويس يعني ما بيسو يعني قصص كده انا كنت تفاصيل. لسه هسألك الوكيل الكويس بالنسبه لك بيعمل ايه؟ الوكيل الكويس يراعي ربنا فينا وما يبصش في جيبنا. انا مره، مم. انا احكي لك بس عن قصه الوكيل الكويس. حصل لي مشكله في جهاز، مم. الشركه اللي بره مصر قالت لك خلاص هنعمل لك ابجريد وندفعك من الموديل ده ده للموديل ده. برضه في الليزر ولا يعني في في اجهزه جهاز تانية؟ نفس الجهاز يعني ماشي. ماشي. في الشركه بره مصر بعد ما دخلنا في ديبيت قالت لي مم. هغير لك الجهاز. حلو ده، حلو. حلو، في مشكله. ممتاز. عارف الوكيل جه قال لي ايه؟ قال لي لا انا هاخد معلش. $15,000 مكسبي اكنه جالك جهاز جديد، مش هدخل الموضوع وانا اللي عامل ريجستريشن طب ومش ما عارف. هو يمكن في كوست للشحن، يمكن في كوست مفيش الكلام ده، ما كلنا دفعه. للتخليص انا كلنا والتفاصيل، دفع. لا كل هو الكلام ده قال لك قالها لي وش نت بروفيت كذا 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 كذا، وراح قال لهم بره مصر مش مش هعملها هجيبه. مش هجيبه ومش هدخله وانا اللي مرخص وانا مم. موقف. يعني وكيل عن وكيل يفرق. النهارده لما بفتح مثلا السوشيال ميديا والاقي دكتور بيكتب انا كان عندي مشكله في سنسور، كان عندي مشكله في لايت كيور، اقارنه بقى بالوكيل ده اقول يا ده انت حظك حلو قوي يعني مم. ده انت. لا بس برضو معلش يعني الأجهزة الصغيرة دي حتى التعويرة فيها أو لو هو هيغير الجهاز كله مش زي لما بيبقى في مشكلة في ووتر طب ليز انت أو عارف ان غيره. في جهاز ما احكي لك برضو الحدوته دي. الوكيل باعه مم. سنه 2015 وهو انتاج 2011. فقطعه الغيار الشركه الام ما بتوفرها بقتش 10 تعمل. سنين. مم. فالراجل لما اشترى 2015 بقى فاكر ان قطعه الغيار موجوده لغايه 2025. مم. اكتشف عند 2020 ان هي مش موجوده مم. عشان موديل قديم. مم. الوكيل ده انت حاسس ان ده وكيل كويس؟ فاهم؟ هل ده يرضي ربنا؟ يعني ما اقدرش ما اقدرش في- اتكلم انا في بالظبط. الحته فاهم دي. ازاي؟ فلا يعني تقول لي الجهاز ايه؟ الجهاز وكيل. الجهاز مش جهاز، الجهاز وكيل. زي مم. الزراعه دكتور كده، ده حاجات انا مؤمن طب بيها انت مش مؤمن. معترض على اجهزه الليزر علشان الوكلاء ولا علشان انت شايف ان هو اصلا كجهاز مش حاسس بقيمته الكامله يعني بالنسبه للشغل بتاعك؟ لا انا حاسس ان هو نتيجه. بص دي وجهة نظرك انت برضو ايوه يعني انا احنا حاسس ان كنا لسه احنا مستضيفين دكتور ايمن الامين كان فوق بيتكلم عن حبيبي. قصص تانية، دكتور يوسف صدقي كان بيتكلم في طيب قصص ده تانية. ناس احسن ناس في الدنيا. ايمن الامين كان عنده اسمه ايه ده برضو سوفت تيشو وهارد تيشو، عنده يمكن 7 اجهزة سوفت تيشو وعنده هارد تيشو ليزر، فبيشتغل ده وبيشتغل ده. طبعا دكتور ايمن حبيبي، راجل انا بحبه جدا وراجل شاطر جدا في الحته دي. يعني انا بحس عشان كده ان انا بقول لك دي يعني آه. عادي، انا ممكن يكون عندي عربية حلوة قوي بس انا بحب العربية التانية مريحاني، عندي فيها ذكريات احلى، يعني بحس ان انا بطلع منها اداء احسن، فاهم؟ فهي دي رأيك الشخصي يعني. انا بحس ان الصح ان مم. كل حاجه تحط في مكانها. حلو. الاستخدام المفرط للجهاز عشان احنا جايبينه ودافعين فيه فلوس ليس دائما في المصلحه العامه. والمشكله ان احنا لما بنجيب جهاز جديد وكلنا نجيبه فبنفضل نعمل له ماركتنج، فبيتخيل المريض خطأ مم. ان هي دي الطريقه الوحيده لعمل الموضوع ده. مم. فالموضوع ياخد اكتر من حجمه. ولما تجيلك انت العياده حاله فعليا محتاجه مثلا مشرط مش ليزر، بيبقى الحاله فاكره ان انت مستخسر فيها، مع ان مم. ده الصح ان انت حاله مم. حضرتك او حاله ما حضرتك تستدعيش ان انت او تستخدمها. الافضل ليها في الريزلت كذا كذا كذا. مم. لكن لو تقول لي رايك ايه، انا رايي ان الامور تتحط في وضعها. طب نسأل السؤال اللي كان المفروض نسأله قبل السؤال ده. مم. طب انت ليه اشتريت الجهاز اما حسيت؟ انا لازم يبقى عندي كل حاجه في التكنولوجيا. بس انا كده؟ بالنسبه لي اي جهاز ينزل انا لازم عيادتي يكون فيها كل حاجه، ولازم اوفر كل حاجه لمرضايا. انا بيجي لي مرضى من كوكب الارض حتى كله. لو انت مش هتستخدم الجهاز؟ انا بجيب كل حاجه. حتى انا عندي اجهزه مم. مالهاش اي 30 لازمه، بس مركون. انا دايما اجيب الجهاز واقعد عليه ومؤمن ان انا لازم يبقى عندي كل التكنولوجي، ولازم عيادتي تبقى احسن حاجه في الدنيا. وده بالنسبه لي جزء من اجتهادي في مكاني، ان انا اكون شاطر وعندي كل حاجه وبجتهد وبتعلم وامشي الدنيا. ففكره ان يكون في جهاز مش عندنا، لا في اجهزه. وعايز اقول لك عندنا اجهزه كتير قوي في الكراتين. مم. ما عندنا حاجه تستخدمهاش.
قوي جربناها وما كانتش معانا مناسبه يعني. مم. يعني ما كانتش هي افضل حل، او مش هتديني الريزلت اللي انا عايزها، او هي اجهزه بالنسبه لي مش بتاعت كل ساعه يعني. تمام. طيب ايه اكتر حاجة عملتها كسبتك فلوس، وايه اكتر حاجة عملتها خسرتك فلوس؟ خسرتني فلوس. مم. اكتر حاجه كسبتني نتكلم في فلوس المكسب الاول. زراعه الاسنان. كسبتك ولا خسرتك؟ لا كسبتني طبعا. كسبتك. انا ده اكل عيشي يعني، ده اكتر حاجه في الدنيا انا بعملها. انا بصحى الصبح زراعة ازرع الاسنان. سنان، انا بصحى الصبح ازرع سنان وانام ازرع سنان، فانا دي اكتر حاجه يمكن حلو. اكيد كسبت من وراها الحمد لله. خسرتك بقى فلوس. لا ما فيش خساره بمعنى كلمه خساره ما يعني، خلي اصل انا بالك، مش اصل في حاجات انت لازم تخسرها عشان تعرف تكسب بعد كده. لا يعني اعتبرها ما كانتش في مناسبه يعني، مفيش حاجه جايه في بالي قوي اقول ان انا خسرت فيها الخسارات مم. الفظيعه. مم. او آه، كنت فاكر يعني ان انا هانفست فيها او ان انا هبدأ اعملها فهتكسبني، بس للاسف عملت الريفرس بقى. ممكن تبقى حاجات بره اسنان بقى يعني، ممكن تبقى حاجات اكتر بره اسنان، او حاجات انت بتحاول تجرب فيها وانت مش كواليفايد قوي او على السمع يعني. مم. يعني ممكن حاجات زي كده، لكن بالنسبه لي الخير اللي انا فيه كله من اسنان الصراحه يعني، هي ليها الفضل والخير الاول والاخير يعني. طب الحمد لله. الحمد لله. طيب شايف الاستثمارات بتاع الدكتور اندرو رايحة فين؟ يعني انت بتحب، في ناس بتحب تستثمر داخل مجال الاسنان، وفي ناس بتحب تستثمر خارج مجال الاسنان، وفي ناس بتحب تستثمر في عياداتها، تستثمر في تعليمها. انت بتختار اي نوع من الاستثمارات؟ انا عارف ان هي تبقى اجابه غريبه جدا بالنسبه لك، بس هي حقيقه بقى. انا ايوه. بستثمر في البشر. انا حلو. انا بالنسبه لي في موظفين انا عامل حسابي ان ده بعد 5 سنين هو مدير اريا كمان، مش مم. مدير فرع يعني. ده يعني انا حتى لو مش بقول له، بس انا بالنسبه لي بعين قليل، لكن وانس ان انا عينته وده طلع كواليفايد انا مش هسيبه. مم. اخر حاجه تزعلنا من بعض الماديه يعني، اخر مش هيحصل يعني، هيبقى صعب جدا. فلو قلت لي ايه اكتر حاجه انت بالنسبه لك مهمه، هقول مم. لك البشر والشغل بيقف عليهم. مم. يعني اللي يقول مثلا ان الشغل ما بيقفش على الموظف هو ما عندوش شغل، هو حد يعني دكانه صغير زي ما بيقولوا. مم. لكن اللي شغال كويس يعرف ان الشغل بيقف على الناس، مم. الشغل مهم والبشر مهمين، وموظفين كويسين ممكن ينقلوك في حتة تانية، وموظف وحش ممكن يجيبك الارض. مم. التيم. فالبشر. مم. فتقول لي ايه انفستمنت؟ بشر، ده رقم واحد. بالنسبة لي رقم طب قبل اتنين. قبل ما نخلص حتة البشر دي، ايه بقى الكرايتيريا اللي انت بتختار على اساسها الناس اللي ممكن تشتغل معاك؟ رقم واحد ولاد حلال. يعني ايه ولاد حلال؟ يعني جايين ياكلوا عيش، مش جايين يتمرقعوا ان هم شغالين في حته حلوه وشويه حاجات زي كده، حلو. وخايفين على اكل عيشهم، مم. وعندهم حاجات بيصرفوها اخر الشهر، فالجنيه مهم. انا ما يعني ماشي. ودايما بحاول ان انا ما اعملش فروقات اجتماعيه كبيره ما بين كل الموظفين. انا ما اعينش تبقى موظف كوميونتي كلها شبه بعض. هم موظفين شبه بعض وانا اخليهم يخدموا الوزير والغفير، لكن هم جوه ياكلوا في طبق واحد، ويعني يقدروا يعملوا اوردر فطار سوا، من اكبر دكتور اللي انا كمان معاهم لاصغر حد. انا مم. كيرنج جدا ان هم يكون مهما كان في فرق مرتبات، مهما كان في فرق تايتلز جوه المكان او كده، بس انه كلهم يكونوا ولاد حلال وشبعانين في ماشي. بيوتهم بغض النظر. ده واحد. ياكلوا اتنين. يعني دايما بفكر ان انا اكون شايفهم بياكلوا مع بعض. اتنين. أه بصراحة ما بحبش الكدابين. مم. يعني في ناس ماشي، كده. بس كل الحاجات دي انت هتعرفها بعدين، يعني مش هتقدر تعرفها وانت بتعمل ما هو انا اقول لك انترفيو، انا مش بعمل هتقدر ايه تعرفها بعد لما بجيب اول دكتور. مقابلة، تاني انا ما مقابلة. بعينش غير دكتور. يعني لو جبت دكتور بتفق معاه ان انت هتنزل يوم واحد، مم. بالكتير يومين، مم. وتحت ولازم تكون في الفرع اللي انا فيه مم. تحت عشان عينيا. تبقى بتراقبه. ده من ناحيه الدكاتره. مم. يعني من ناحيه الدكاتره، فبالتالي التعيينات عندنا بطيئه جدا جدا. مم. يعني مثلا ممكن يجي اشوفه يقول لي يا دكتور انت عارف انا عامل الانترفيو من امتى؟ انا عامله من 6 شهور. من 6 سنين. 6 شهور. لا مش لدرجه 6 شهور. فاقول له يا دوب بقى الحمد لله على السلامه، اهلا بيك في النادي يعني. ده مم. بالنسبه للدكاتره. بالنسبه للموظفين اللي هم مثلا بتوع خدمات او كده، فبصراحه انا ما بتدخلش في القصه دي، عشان انا عندي حد ما بدون ذكر اسمه عشان ما يتنططش. بس هو طيب يعني، انا عارف ان هو حتى لو ناشف بس هو طيب، وانا مش عايز حد ناشف عليهم. صحيح. يعني انا حتى لما اجي اعمل سيستم الحضور والانصراف، أنا بقول لهم يعني لو هو اتاخر نص ساعه احسبها بنص ساعه، لو ليه نص ساعه احسبها بساعتين. اه. يعني اصل في اديله الاول وفي حق الاخر اكتر من هو لما يكون اللي مرتبه عليه. 6 7 يعني 8 نص ساعه بكام والساعه مم. بكام؟ يعني مم. اصلا لما تيجي تترجم المرتبات اللي هم الحسبة. بياخدوها في الحته دي مم. بالارقام، مم. هتلاقي ولا حاجه. يعني انت في الاول وفي الاخر مهما اديته في الشهر ما خدش 500 جنيه. مم. فكون فانا يعني حريص ان اللي يعين الناس دي يكون حد طيب. مم. يعني بالنسبه لي دي مهمه جدا. انا ما احبش ان انا يعني ما احبش يخش عليا موظف جبروت، ولا انا عايز واحد طيب ابن حلال شبعان
عارف ان محدش هيجي ياخد اكل عيشه، وعارف ان حتى الموظف اللي بيعمل الانترفيوهات او بيعين الناس اللي هم انا بعتبرهم تحت بند الخدمات اللي هو مم. نظافه مش عارف ايه الحاجات دي كلها. بالنسبه لي فارق لي ان هو يبقى فاهم ان هو مفيش حد هيجي ياخد مكانه. فانت مش محتاج تكون شرير ولا محتاج تكون طيب، انت محتاج تكون بتراعي اكل عيشك وكويس. مم. فدي بالنسبه لكل الحاجات. فانا ما بعينش تقريبا غير الدكاتره، الباقي كله ما بعينوش انا، مم. يعني مفيش في حد حد. تاني بيعين الناس. انا ما عندي يعني بس بالظبط. هم دول التيم الاساسي اللي عندك، انت عارف اللي اللي بيمشي بيعين عنده الشغل. كام سنه عندنا؟ اوكي. يعني البنت اللي بتعين دي عندها كام سنه؟ 25 24 سنه، ما شاء الله. وتشتغل معانا وهي عندها 22 سنه، بس بنت كواليفايد مم. جدا وطيبه مم. وحنينه وشقيانه وبتاع ويلا بينا وبتاع. فبالنسبه لي دي اللي انا بتعرف تطلع شغل منهم كويس. جدا بتعرف مم. تطلع منهم شغل انا اصلا كتير جدا لما حد يجي يشتكي اقول له ما تقوليش يعني روح اشتكي لها هي بقى. انا اصلا ما بحبش الموضوع ده في الشغل. يعني لو مم. مثلا دخل عليا موظف وقال لي مثلا عايز امشي بدري، انا رد فعلي بيبقى وحش، لان طول ما انت جيت لي يبقى انت عديت مديرك. مم. انت ليك مدير، انا مش مديرك، انا ما اعرفكش مم. اصلا، انا ولا مم. عينتك ولا رفدتك ولا قبضتك، انا ما اعرفش عنك مم. حاجه. يعني فاهم ازاي؟ يعني دايما بحب ان هم يحترموا اللي فوقيهم. انت ليك مدير، مم. هو ده اللي انت لازم تروح له. لكن انت مم. لما تجيلي انت عايزني اقول لك ايه؟ طب ما انا صحيح. ممكن انا اصلا ما اعرفش الشغل فيه، انا خلصت مواعيدي ومشيت، انا اصلا انا ما ما اعرفش اعرفش انت اصلا مطلوب منك ايه. انا بالظبط. فانت بتيجي هتمشي تقول لي امتى دكتور ولا بس تمشي بطني ايه؟ وجعاني ممكن امشي، انت مم. متخيل اقول لك ايه؟ ده اقول لك يرجع له. انتينال جوه، خش مم. خد انتينال، لكن مش هقول لك امشي يعني. طيب هسألك أسئلة سريعة كده إجاباتها تختار حاجة من الاتنين يعني. يلا بينا، ما ينفعش ماشي. الاثنين. لا هم واحد من الاتنين. ماشي. العيان بيروح للأشطر ولا الأشهر؟ اه الارخص. ما دي هو ماشي. الماجوريتي. اه. يعني اكشلي دي الماجوريتي ان المرضى بيروحوا في الاول للارخص. ده ليفل مش قليل. وبعدين يتعلم يرجع اه للأشهر. المرضى بتروح للدكتور القريب منها. دي نقطة برضو مهمة جدا، لأن المرضى كتير لما يكون ماشي. انت عارف في ده المرضى. بس لو عنده مشكلة كبيرة هيسافر ويركب ويروح بص انا اقول لحد لك ما هي يوصل ماشيه لحد. ازاي عشان تبقى انت متخيل. بس هي ماشي. ماشيه ان كل واحد عنده فاميلي دنتست، واحد كانوا بيروحوا له. صديق العيلة. فبيفضل ماشي مع صديق العيله ده طول ما هي ماشيه حشوه وطربوش والدنيا ماشيه. اول ما يسمع ان هو عنده اجراء كبير بيبتدي يدور، اه. يعني يشوف هيروح بقى لمين فيهم؟ أشطر ولا الأشهر؟ رقم واحد بيلجأوا المرضى للاشهر بتهيألي. الأشهر. مم. تمام. طيب تشتغل لان خلي بالك المرضى عندها اقتناع ان الاشهر اشطر، وده مش دايما صح. بس يعني انا بتهيألي لو انت سألتني، انا اعتقد ان هم لما بيطلعوا من الكومفورت زون بتاع دكتور العيله بيروحوا الاول للاشهر، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويطلع شاطر او لا ساعتها هنتكلم يعني. تمام. طيب تشتغل كتير بفلوس قليلة ولا تشتغل قليل بفلوس كتير؟ اشتغل بالمبلغ اللي انا مرتضي بيه وهديله الجوده اللي هو عايزها بغض النظر كان المبلغ ده، لان خلي بالك كتير ماشي. انا ما وقليل. بتكلمش ما بنتكلمش فرايتي. في كلمه فلوس قليله وغاليه دي اه دي فيها جاب. يعني في مبلغ بالنسبه لناس، يعني انت عارف دلوقتي مثلا انت قلت لي ايه، تعمل زرعه باكس 1000 جنيه اه. ولا باكتر بكتير، هتلاقي ناس حتى اكس ده قليل بالنسبه للدكاتره. مم. ففكره ايه الغالي وايه الرخيص دي فكره فيها فرايتي كبيره جدا. مم. لكن انت لازم تشتغل بالمبلغ اللي انت تعمل بيه الخدمه اللي تقابل بيها ربنا، بغض النظر بقى هو بالنسبه لك كتير ايوه بالنسبه له بالظبط. قليل. لكن ما تشتغلش على قد فلوسهم، لان دي مشكله كبيره جدا في شغلانتنا. انت مم. بيقول لك يا دكتور احنا شغل تعاقدات، يقول لك يا دكتور احنا تامينات، بس احنا يا دكتور عندنا. اشتغل، خد اللي مم. تاخده مم. بما يوفقك ان انت تبقى موافق تقابل ربنا بالقرشين دول. يعني معنى كده ان انت هتشتغل بفلوس كتير وعدد كتير. احنا اسعارنا مش غاليه على فكره، لا احنا اسعارنا مش غاليه، احنا اسعارنا ريزونبل جدا. ماشي. هجي لك العياده انا واشوف. انت تقريبا عارف اصلا. طيب تفتح عياده جديده ولا تتوسع في نفس المكان؟ لا عياده جديده، لان تمام. الناس دلوقتي بقت تحب الانتخه، واللوكيشن بقى قصه مهمه يعني. تمام. طيب تفتح او يعني تتعلم حاجه جديده ولا تعمل اعلانات جديده؟ اعلانات؟ لا الاعلانات دي لا اتعلم طبعا. تتعلم. ماشي. عياده كبيره مع شركاء، احنا جاوبنا تقريبا السؤال ده. طيب وكيل، وجاوبنا ده برضو اللي هو وكيل قوي واجهزه دون وكيل المستوى ولا جهاز يعني، اجهزه قويه وكيل تراي وكيل. جروب. تمام. ماشي. طيب حاجه نفسك تكون عندك وحاجه نفسك ما تكونش عندك. نفسي ابقى بارد، بس انا حامي قوي. مم. انت عارف انا ما نامش لا انا لو حضرتك في خناقات كتير. انا حامي خناقات قوي. مش يعني الموضوع بيكون ما يستاهلش ان احنا نوصل للمرحله دي، بس بلاقي اكستريم من العصبيه انت عارف يعني. ان انا ما بنامش لو يعني انت عارف بجد والله. يعني احنا مثلا سبب المشكله اللي حصلت زمان بينا دي. انت شكلك لسه لا والله لا خلاص. بس يعني الموقف ما كانش يستدعي ان احنا نوصل لهذه المرحله. انا ما كنتش لسه شفتك حتى يعني ايوه يعني صح. انا كنت اسمع عنك بس ما كنتش شفتك قبل انت كده. عارف انا جوه ولكن الشغل. الموقف لما حصل
انا حسيت ان يعني ان في موضوع اكبر من كده. يعني انت عندك حاجه مشكله مثلا صحيه، او في مشكله في البيت مثلا، فانت لقيتني لا بس قدامك، خلي بالك، فاهم؟ انا عصبي بس في الشغل، انت لو بتهيألي بره فانت لما الحياه. قلت لي موضوع ان انت تبقى اهدى شويه، ده فعلا انا اه متفق معاك جدا انت فيه يعني. انت عارف، انا لغايه دلوقتي بجد مش عارف ده احترام شغل ولا قلق، بس انا لو مم. عندي يعني عمليه ممكن اكون عملتها 1000، والله يمكن 1000 مره. بقعد برضه قلقان لا ومستني. اطبع الكاست بتاع المريض. انت عارف انا كيف تكون ليله كل عمليات البنج الكلي، اللي هو تقريبا انا بعمل عمليات بنج كلي حد وثلاث وخميس، مم. يعني دي المواعيد اللي انا بعملها، كل الناس مم. يعني المرضى عارفين الموضوع ده. مم. كل سبت واثنين واربع بالليل انا فين؟ انا بطبع الكاست بعد 1000 عمليه. بجد انا في بذاكر. عمليات بعملها وانا يعني ممكن انا مش فاتح عينيا من كتر مم. ما عملتها، لكن بالليل اطبع الكاست بتاع الموديل الاشعه المقطعيه بتاع المريض، واقعد اخطط، وعندي كيت كده جايبها من شركه ما تانية دايما بتدعي عليها في الموضوع ده، ماشي. واقعد اعمل سيميوليشن للثلاث اربع عمليات، العمليتين. مم. وعمري ما انام لو قالوا لي المريض لسه في المستشفى، يعني خلص العياده، رغم ان انا خلاص بقى يعني انا يعني عارف ان هو كويس وعملتها 1000 مره. قصه القلق في الشغل دي مش عارف هي احترام للشغل ولا قلق ومحتاج اهدى، لكن بالنسبه لي انا بعتبر ان شغلي ده ابني الكبير قبل مم. بنتي، يعني فاهم، هو ايوه ده ابني، ايوه. ولا يمكن ان انا ما احترموش. فانا كل مم. تفصيله جوه الشغل تقلقني. بره الشغل بقى انا بني ادم بارد جدا، يعني اي حاجه مم. بره يعني صعب قوي حاجه تعصبني بس بره دي الشغل. دي مسؤوليه، يعني هو المسؤوليه اللي بتخليك تبقى كده. مش ودي حاجه عارف، انا شايف حاجه مش وحشه ابدا، انا بالعكس. جوه الشغل عصبي وبص كده. بره الشغل من الصعب جدا انك تهز شيء فيها شعر، لو مم. لو ولعت ما ياكلش معايا. يقول احنا عايزين نقعد قعده حلوه. اه بجد، ولا الهوا. سيبك بقى من كل الكلام ده، عايزين نقعد قعده حلوه. فنفسي في ايه؟ نفسي ان انا اهدى دي شويه. الحاجه اللي ما تكونش عندك. طب الحاجه اللي لا تكون نفسي اهدى، ان يكون عندي هدوء هدوء. شويه، ان اكون بارد. انا تمام. انت عارف، انا لو الاشعه المقطعيه مش شغاله في العياده ما مم. اشتغلش زراعه. مم. لو زرعه مباشره عملتها 1000 مره. ولا حتى تقول له روح صور بره وتعالى اصل انا بعمل، اصل خلي بالك برضه هي تكلفه، هيصور بره بكام ويروح وانا وقتي فين وهو وقته فين. انا ممكن من الاول اقول له هنعملها مثلا يوم تاني عشان عندنا ابديت، عبال ما عندنا تصلح. كاليبريشن. لكن انا يعني انا لا اذكر ان انا عملت زرعه لمريض، او ممكن اول زرعتين، ممكن زرعه، ممكن لكن من اول زرعتين وما عملتش اشعه مقطعيه بعد اتاكد ان هي كويسه قبل ما اخيط. مم. واسال الاف المرضى، مم. رغم ان انا مش شايف العظم بس انا بحس ان انا يعني دي حاجات من الحاجات اللي ربنا بيوفقني فيها، ان انت تبقى فاهم ان انت تحت ايدك مسؤولية. وده موضوع سبب نص الشعر الابيض اللي انا فيه يعني. ولسه ما فيش شعر ابيض، لا يا اما وفي بتصبغ كتير بقى. عندي عندي ممرضة دايما بتقف جنبي تقول لي زادوا 3 شعرات، بعد المريضة دي هيزيدوا 4. بتعدلك. بتعدهم لي، فانا عندي طيب 11 دلوقتي تقريبا. احنا طبعا وقتنا خلص، بس في النهاية كده بنحب دايما نسأل الضيوف بتوعنا عن نصايح تقولها للناس اللي لسه بتبدأ في الكارير او بتبدأ في المجال ده الجديد يعني. بتحب تقول لهم ايه؟ رقم واحد الصحاب. صحابك هم اهم حاجة. لازم مم. يكون عندك الصحبة. الصحبة دي حاجة كويسة جدا. مم. اوعى يكون حواليك واحد يقول لك المرتب 1000 جنيه ونزل 500 جنيه لا لا لا. متشائمين يعني لا تقصد؟ لا والمتشائمين لا لا، انت خلي مم. دايما صحابك ناس عايزين يعملوا حاجة حلوة، عايزين ياخدوا كورسات، عايزين يتعلموا، عايزين يجتهدوا. تقعدوا تتكلموا في الحالة وتجيبوا التفاصيل الصغيرة. مم. صحابك في مجالنا ياخدوك لقدام. ياخدوك لقدام. الصاحب ساحب وانت زي ما بيقولوا. دايما طبعا صاحب الصاحب ساحب، ساحب، دي صح، دي حقيقة. جملة حلوة فعلا. مم. وانت وبيسحبك لحاجة كويسة، بيسحبك لحاجة زي. طبعا. مم. فرقم واحد صحابك، مم. رقم اتنين ودانك. مم. يعني ودانك دي مؤذية. مشكلة شغلانتنا دي ان انت لو ودانك راحت فيها هتروح في داهية، ان كانت في الخير او في الشر. مم. يعني انت لو طول النهار سامع فيش دكاترة، ما فيش، انا بقول لك ما فيش دكاترة كويس، في دكاترة كتير بس كويسين قليلين جدا، والسوق يسمح ب1000 دكتور كويس. فما تروحش بودانك في حتة وحشة، ولا مم. تروح في ودانك بان حد يقنعك ان اهم حاجة ان انت تعمل براندنج وانت هوا من جوه. مم. فالودان في تشتغل على الشغلانه نفسك. بالظبط، انت محتاج ان انت تكون عاقل في ودانك. يعني مم. عاقل في ودانك، يعني تدخل هنا في فلتر وهنا في فلتر، ومش لازم اي حد يخش معاك نقاش تقف على الجمله، بس انت اهم حاجه ما تدخلهاش جوه. مم. يعني اهم حاجه ان هي تعدي بالفلتر، مم. لكن ما تكونش يعني في النقاشات اللي مش مهمه حاد. خليك لين يعني. مم. مش في عارف. فارقة. يعني انت شايف ان تمشي كده تمشي كده، مش تمشي كده مش. رأيك براحتك. بالظبط، لكن مم. اهم حاجه ما يكونش ده ليه تاثير عليك. مم. يعني المشكله ان هو لو اقنعك ان انت لازم مثلا اهم حاجه عندك انك انت تكون يعني بتعرف تعمل مثلا ماركتنج، لكن انت مش شاطر، اوعى تصدقه. ده مم. ويقول لك هات دكاتره تشتغل، اوعى. لا لا، انت لازم تكون شاطر، لازم تكون انت لو الوحيد اللي في العياده على قد تمشي.
فلازم تكون عندك ودان بفلتر، ودان مم. بمصفى، مم. والودان اللي بمصفى دي تخلي عندك عقل احسن كمان، مم. تخلي عندك فيجن. رقم 3، بلاش يعني تقلد في العمى. يعني ايه تقلد في مم. العمى؟ هو جاب كاميرا انا هجيب كاميرا، انت مش في وقته تجيب كاميرا، هو في وقته يجيب كاميرا. مم. هو فتح فرع انا هفتح فرع، هو مثلا بيعمل كذا انا لا 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 بروح. ركز في ورقتك يعني. رقم 4 في الشغلانه مم. دي، لان دي مهمه جدا للاسف، الشغلانه دي قائمه على المنظره في وجهه نظر البعض. مم. اوعى تستعجل في ان انت تحسن من حياتك، اوعى تمسك اول قرشين تروح تجيب بيهم النجمه، اوعى مم. اول قرشين تجيب بيهم الفيلا، لا 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 اهدى. لان انت آه الاهم ان انت تكون ستيبل فعلا، مش ستيبل كشو، لا مم. خليك ستيبل داخلي وعلى ارض قويه فعليا. اهم ما يبان ان انت عندك ارض قويه وانت ما عندكش ارض قويه، لانك لما تقع وقعتك مش تعرف قليله. تقوم بسرعه. بالظبط، لان الدكاتره كتير، يعني انا باخد بالي ان معظم الدكاتره، او الحمد لله يعني كلهم دول بس انا يعني لما بيجي في الذاكره كل الدكاتره شغالين معايا، اول مم. حاجه بيشتروها العربيه. اقول له مم. مش اول حاجه العربيه، اول حاجه الشقه، اول حاجه بيتك، اول حاجه، مش اول حاجه العربيه. مم. يعني بغض النظر ما حدش فيهم تقريبا سمع كلامي لو انا مم. فاهم صح، بس مم. قصدي انا ده وجهه نظري، ان انت مم. ما تكونش مستعجل ان انت تصرف على حاجات كتير في في الشغلانه دي، لان الشغلانه دي بلاعه مم. بلاعه شو. مم. رقم 5، ان انت تحترم اكل عيشك. يعني ايه تحترم اكل عيشك؟ مم. ما تبقاش دكتور مهزأ بتروح على المواعيد. انا بالنسبه لي ده قله ادب. انا ما فيش حاجه اسمها ان انا عندي ميعاد الساعه 4 افتح دارك. يعني اقول لك انا فاتح عياده مثلا وهفتح من 6 ل 9، لا افتح من 10 الصبح، ربنا هيبعت. مم. في واحد سنانه توجعه تحت، في دكتور في عماره هيقول لك في دكتور فوق. احترم اكل عيشك، احترمه بقى في اسعارك، في سرقتك، في وكل حاجه. سرقتك. ايوه طبعا، لان هو إنه في ناس بتكون. ما تسرقش يعني تقصد. ايوه ما تسرقش طبعا، اه اه. يعني يعني اصل خلي بالك السرقه دي مش هتحط ايديها في جيبك، مم. السرقه دي ان انا اعمل لك اجراء انت مش محتاجه. انصب عليك. ايوه طبعا، اي نصب. احنا شغالين في بق مقفول. مم. ف... انت مش شايف اللي انا بقوله لك بالظبط. اصلا. رقم 6، امن حياتك الماديه. يعني حاول ان انت تكون مش محتاج فلوسها. يعني يعني حاول، ايه؟ يعني حاول ان انت يكون عندك مش محتاج فلوس الشغلانه يعني تقصد. شغلانه اه السنان. اه. يعني ما ينفعش يكون كل دخلك جاي من السنان، مم. لان ده ممكن يضغط عليك تخليك تعمل حاجات انا وانت عارفين ان هي مش مناسبه. مم. فبالتالي من الجيد جدا لو انت عايز تستمر في حياتك كدكتور سنان، والنصيحه دي قالها لي دكتور محمد طامش الله يمسيه بالخير. مم. قالها لي يمكن هو ما يفتكرهاش، قالها لي في 2012 2013. عشان تبقى دكتور سنان شاطر لازم مم. يكون عندك دخل مناسب من بره طب الاسنان. مم. الدخل ده ممكن يكون بصور كتير، يعني مثلا انت بتعرف تعمل حاجه معينه اونلاين، فريلانسنج في حاجه معينه، في دلوقتي دكاتره كتير بتروح تصور لدكاتره بره، حاجات اي اللي بيعملوها جديده دي في اسنان بتاعتنا. فيعني يكون عندك مصدر اخر للدخل يخليك على رجل صلبه، وتخليك تقدر تقول لا يا مريض انا مش هعمل لك اللي انت عايزه. رقم انا هعمل اللي انا شايفه صح. رقم 7، ويعني سامحني فيها بس قول. انا عايز اقولها براحتي، ما تبقاش اضرب. كوافير. عارف يعني ايه ما ايوه. تبقاش كوافير؟ مم. الكوافير هو الوحيد اللي بيعمل لك اللي انت عايزه، وكده كده هيطلع يقول لك حلو، اعمل مم. لي هنا اعملها لك كده كده حلوه. اعملها لي صفرا، يعني اعملها لي حمرا، انا لا معاك. ده ما تبقاش كوافير، خليك مم. دكتور. يعني قول لا مش هتتعمل، مم. قول هي 1 2 3 4. انت دورك تكتب الدواء، خدوا ما خدوش دي مش قصتك، لكن لازم تكون دكتور مش كوافير. مم. دكتور يعرف الاصول، يعرف الصح والغلط، يقول لا للمريض، يكتب روشتة، خد الدواء ما خدش براحته، يتعامل مع الخوف لكن ما يفرقلوش الخوف. مم. في فرق اما بيكون مريض خايف فانا عامل اعتباره وقررت، ما كل مم. المرضى بتخاف، مم. لكن يعرف ازاي يتعامل مع الخوف. مم. ودي بالنسبه لي اساسيه. انا بالنسبه لي موضوع ان انت تبقى فاهم انك دكتور مش كوافير دي هي الدوران بتاع العربيه. مم. اول ما توصل للحته دي انا بتهيألي انت هتطير، هتبقى تمام، يعني خلاص فاهم انت ايه اللي يتعمل ايه اللي ما يتعملش. وما تزعلش ان في مريض طار منك، لا لا هيجي بكره هو وعياله. مم. والله يا دكتور اندرو، يعني انا سعيد جدا انا باللقاء اكتر، ده، وانا عارف ان احنا في قصص كتير وحاجات كتير انا اكتر كان كمان. نفسنا نقولها ويعني ونقولها للناس ونوريها للناس، لان انا عارف ان الدكتور اندرو من اكتر الدكاتره القصاصين اللي هم بيجيدوا القصص، وعنده قصص كتير ما شاء الله. يعني لو قعدنا من هنا لحد العيد مش هنخلص القصص القعده دي. الحلوه مع الناس الحلوه يا كريم. ربنا يكرمك والله يا دكتور، وان شاء الله يعني يكون في لينا بودكاست ان تاني شاء الله ان شاء الله نقعد فيه قعدات تانية ونحكي قصص تانية ان شاء ونقول الله. قصص انا كمان احلى واحلى. ببسط ان انا معاك، يعني انت عارف انا بحبك، ربنا فلما يكرمك. تكون القعده مع حد سهل عليك بتبقى قعده حلوه حبيبي يعني. حبيبي يا اندرو. طيب ولحد هنا كده احنا خلصنا قصة النجاح بتاع الدكتور اندرو وجدي، وان شاء الله مستنيينكم في قصص تانية ونجاحات تانية في بودكاست جديد من تراي جروب بودكاست.